سيف، اهلا بيك في طعمية في الغربة. اهلا 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 حبيبي. كله تمام؟ ازيك؟ كله زي الفل. انت بتعرف نفسك كشيف ولا مش شيف؟ آه الشيف دي الشيف. الشيف دي شيف. تحسها. شيف بص، يعني بلعب مع نفسي في الموضوع دوت لسه اللي هو ها شيف ولا ايه ولا ايه يعني ولا بس. مهتم بالاكل بس؟ بعرف نفسي بشيف لما اكون في نطاق طبخ يعني. بس كذا حاجة يعني شيف دي جت مؤخرا. امم. عملت كام كورس كده وبتاع بس يعني هي أصل فكرة ان كونسبت الشيف is not a هي فاهم بتاخدها كده هو بشارة فاهم أو شهادة. ففيها جراي اريا والناس في حساسيات فاهم. حد يبقى متخرج من الجامعة يقول لي ايه لا انت مش شيف، او حد مثلا شيف متخرج من الجامعة بس مش بيشتغل ما بايده اشتغلش. يقول لك لا انت اكزيكتيف شيف مش عارف ايه حاجات كده. بس I like to say يعني انا self proclaimed يعني انا اللي مسمي نفسي شيف. اوكي. انا لانها بتديني أهمية، بتوصلني بالأكل أكتر يعني كأهمية. انا مبسوط ان احنا بنتكلم او هنتكلم يعني في الاكل. زي ما قلت لك، انا شايف ان هي حاجه مهمه لاي تجربه سفر يعني، او تجربه هجره عموما، ان يبقى جزء الاكل ده مهم. وهو بالنسبه لي غير لي حاجات كتير جدا في مفهومي عن العيشه بره. اه بس قبل كده يعني، قولي الاول بس، انت بقالك قد ايه عايش في لندن؟ وبقالك قد ايه عايش بره مصر؟ بص أنا مشيت من مصر 2010. مم. بعد قبل الثورة في سبتمبر كده رحت ألمانيا. قررت أروح ألمانيا. أنا كنت ليا علاقة بإنجلترا كده هوت مترابطة يعني، إن عمامي كانوا هناك وولاد عمامي وكنا بنروح كتير وقضيت فترة هناك وعشت هناك شوية وبتاع. وبعد كده إيه، كنت في مصر وخلصت الجامعة وقلت أنا عايز أمشي من زمان. كنت عايز أمشي يعني فاهم. كان عندي كده مش اللي هو حرقة من إن أنا رافض مصر، بس كنت اكسايتد كده أروح حتة تانية وأجرب حاجة جديدة. فإنجلترا المكان اللي كنت عارفه، بس رحت ألمانيا لأن الدراسة هناك ببلاش وبلد جديدة فقلت لي لأ. وفضلت قاعد هناك لمدة حوالي 12 سنة. في واو. في في النص رحت إنجلترا سنة ونص ورجعت تاني بس كان تبع الشغل. ومؤخرا جيت من 3 سنين بقى أو سنتين ونص يعني جيت رجعت تاني لندن. حياة جديدة بقى، مشروع جديد. بعد 12 سنه ده مشوار. بعد 12 سنة ألمانيا بقى وجنسية ولغة وبيت وبتاع وقمت سايبها بقى. بس مش عارف بقى ده يعني إلى اللقاء ولا عمري ما هشوفك تاني ولا أنا فيهم بالنسبة لألمانيا يعني. اوكي. انت مبسوط اكتر في لندن لغايه دلوقتي؟ حاليا يعني طبعا في حاجات وحشتني شوية في برلين. أنا كنت عايش في برلين أغلب الوقت بس اتنقلت جوه ألمانيا بتاع 6 7 مرات. وبس عارف أنت لما بتوصل لمرحلة كده فيها comfort zone مم. بتبتدي تاخد الحاجات الحلوة for granted فاهم. تاخدها كده هو يعني أكنها عادي، أكنها مسلم بيها. وتبتدي تبقى في نقد اكتر للحاجات التانية اللي في الحياة فاهم. فبتبقى مش بتسبب تعاسة، بس بسبب عدم ارتياح كده، عدم تقدير للحياة بتاعتك العادية يعني. يعني مفيش انت مش رضا. مقدر حياتك، قصدي ما كنتش حاسس انك مقدر حياتك في برلين وكنت عايز تغير، يعني صح؟ يعني بتحس ان انت زهقان مثلا. اه. فمع ان الزهق ده هو جاي as a result of ان انت مطمن ومرتاح وشغلك لطيف واصحابك موجودين وبتاع. الحلو فاهم طوله لازم يجي حاجة تبوش الواحد كوات يكتشف نفسه بشكل تاني، يبص للناس، ناس مختلفة، يتكلم لغة تانية بتاع. أنا بحب كده بالذات في سني يعني. أنا فاهم مش هقعد أعمل كده لحد ما يبقى عندي 50 60 سنة. فالواحد وبعدين في نفس الوقت ألمانيا ابتدت تتعبني شوية من ناحية علاقتي بالدولة وعلاقتي بالجنسية والايدنتيتي والناس. ايه فمع ان ايه مراتي إيه مراتي علاقتك ألمانية وهي السبب اللي أنا جيت فيه لندن على فكرة يعني ده حوار تاني. اللي ايه، معلش؟ هي السبب إن أنا جيت فيه إنجلترا لأن هي بسبب مراتي. علاقتك مع الدوله يعني؟ لا مراتي ألمانية بس كانت عايشة هنا في مراتك إنجلترا. المانيه؟ اه، وإحنا اوكي. اتقابلنا في ألمانيا وهكذا. وبعدين أنا نقلت إنجلترا علشان خاطرها يعني. اوكي. عشان خاطرها وعشان خاطر الشغل to be honest يعني.
بس زي ما بقول لك علاقتي يعني مع ألمانيا أخدت وقت القدر الكافي، واتعلمت يعني من خبرتي هناك، واتعلمت عن نفسي واتعلمت عن الغرب واتعلمت عنهم. بس مم. قلت لا، لازم أجرب حاجة تانية. وأنا من زمان عارف إن إنجلترا مختلفة، يعني موضوع إن هم ناس بيض وويسترن وهكذا. ستيل ما هماش مختلفين تماما عن الألمان، فاهم من الحياة ناحيه ايه؟ وشكلها والناس. بحس عموما الانجلو سبيكينج كونتريز، كنديين امريكان استراليين انجليز، لهم ثقافة كده هوت نابعة من انجلترا، فاهم. فيها نظرة طبعا من الأعلى إلى استعلاء. الإنسان الشرقي، ولكن فيها من حيث الإكسبكتيشن أو توقعاتهم من الناس اللي جاية كمهاجرين، مم. من أيا كان بقى مستواهم الاجتماعي، المهاجرين دول جايين منين، في رضا كده إن أنتوا اعملوا اللي أنتوا عايزينه، اتكلموا أنهي لغة أنتوا عايزينها، البسوا اللبس اللي أنتوا عايزينه. مش علشان الإنجليزي يعني لطاف وحلوين قوي كده، بس علشان هم مش فارق معاهم، وهم مش عايزينك تبقى necessarily زيهم قوي، يعني they don't care، فاهم. عايز تبقى زينا تعالى. عكس مثلا الالمان والفرنسيين، في فلسفه كده، لا انت لو هتيجي لازم تبقى زينا. افلترك وفورماتك واعملك واحد انسان جديد زيي. مم. otherwise انت bad immigrant، not integrating، الكلمه اللي بتعفرتني طول عمري دي. integrated، انت انتجريت حلو قوي يا سيف، كويس، برافو عليك. لا، انا عشان بتكلم الماني مش معناه ان انا بقيت زيك، فاهم. زيكم. أنا ممكن افضل زيي وعادي ونتعايش ونبقى زي حلوين، التعدديه حاجه حلوه يعني، فاهم. هم يعني بحس ان هم فهموا منطق التعدديه على الشكل السطحي، بس ديب اندرستاندينج الاوروبيين عندهم سيلف كونشس، عارف، عندهم ايشوز مع نفسهم وويكنسز، ان انا لا، انا لازم اوري نفسي وشخصيتي والايدنتيتي بتاعتي تبقى شامخه، علشان ما فيش حاجه تعمل لها شيكنج. الانجليز، شوف لندن ليست انجليزيه يعني، فاهم؟ مم. والمير مسلم والراجل برايم مينستر كان بني وبتاع، لا يمكن الكلام ده في فرنسا، انا بنهزر. طبعا. ولا فالحته المانيا. دي، ولا المانيا طبعا. مستحيل. المانيا دي المانيا دي ده في الضياع ما خالص يا حاولوش عم. اصلا. ده انت لو قلت بس كلمة فلس هتخش على طول. ايه بتقول ايه؟ ال- لا اقفل على لا. طول. فبتظهر بقى في الحاجات اللي بحس كده، يعني ان انا ال 15 سنة، فاهم، ده وقت، وانت برضو اكيد عندك الموضوع ده 6 سنين. مم. you get way deeper understanding في الكاركتر بتاعهم، بالذات في موقف الستريس، فلسطين اسرائيل، تشوف بقى تقعد ايه تفهم بقى. اصول بقى اللي هو بيطلع كله على الوش مم. كده، فاهم. بالظبط. and other stuff يعني. صح، هو ده اللي انا حسيته عموما لما وانس طبعا موضوع فلسطين بدأ. حسيت اللي هو يعني انت اه. عارف انه في كده حته لير تحت كده مستخبي، بس هو امم. بيطلع بقى ايه، بيطلع في اشكال مختلفه في اوقات مختلفه. بس هو مع موضوع فلسطين طبعا طلع بشكل هيستيري. طبعا. ما تخيلتوش صراحه ابدا، اللي هو حتى مهما انا كنت عندي تحفظاتي على شكل المجتمع هنا، بس ما تخيلتش المجتمع يوصل للمرحله دي. متخيل انه في المانيا طبعا، او مش متخيل، أنا شايف اللي بتحصل في المانيا ده جنان رسمي يعني. هو الفكره فيه ان هو شوكينج جدا، لانك السرديه الطبيعيه بتاعت المجتمع الغربي اللي احنا جايين له، ان هو بيحب الناس وبيدافع عن الناس، وجابوا السوريين اه، وترودو طلع قدام جاكيتات بنفسه وبتاع، فايه ده، طب بيسلم عليهم حلو، في المطار. صح. ولا يا جماعه، وعندنا في البرلمان، عندكم في البرلمان ولا الحكومه ناس اعراق مختلفه وعرب وبتاع، ايه الجمال ده. اسرائيل فلسطين، لا 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 لا، ستوب، حاجه تانية خالص. ايه ده، اقف. ايه يا مان، ده انت عملت يوتيرن يعني، ده انت. ايوه. هي كندا عموما عايشه على فكره اللي انت كنت برضه بتتكلم فيها، اللي هي المالتي كالتشراليزم دي. يعني كانت طبعا مختلفه جدا عن اوروبا، ومختلفه عن امريكا حتى. يعني حته التعصب بتاع اللي هو كندا في الاول ومش عارف ايه وبتاع موجوده طبعا، بس هي لسه ما يعني ما خدتش او يعني اخدت زمان، الايدنتيتي ما بس هياش ما قويه وصلتش كده زي بالشكل ده. في الغالب هتوصل الفتره الجايه، لان احنا في موجه كده عالميه عموما. فعلا. يعني انا او اظن نفس اللي حصل في امريكا مثلا كده، لما ترامب والريبابليكنز قدروا يكسبوا بشكل كبير، اظن ده هيحصل هنا السنه الجايه. لان امم. دي برضو هي عموما برضو موجه عالميه بتحصل.
وفي نفس الوقت هم شايفين الجانب الاخر زي الخرا. سامعني كده تمام ها؟ سامعك زي الفل، حلو. بس فانت صح تماما، هو الوضع كله اتغير بس انت مش في المانيا، فانت في لندن، بس احساسك ايه بقى في لندن بعد ما الدنيا اتغيرت كده؟ لان لندن برضو بشوف في مظاهرات حاجه يعني مش طبيعيه، وبشوف انه في اكشنز كتير، وفي نوع مختلف يعني حتى بالنسبه للمدينه نفسها عن مدن تانية مثلا في اوروبا. اه يعني مبدئيا يعني لندن او انجلترا بصفة عامة، ما بحسش ان او ما سمعتش انه الشرطة واخدة يعني رخمين برضو فاهم، بس مش لدرجة ألمانيا خالص. يعني ما شفتش بلد زي ألمانيا الصراحة في موضوع الشرطة والتشدد في العنف اصلا في موضوع فلسطين دوت. لو لابس كوفيه، لو لابس شيرت مكتوب عليه فلسطين، لو ماسك العلم، لو في مظاهره، هو كده. والفكره انه الشعب كله شارب وبالع واكل السرديه بتاعت كل الميديا، والميديا من اليسار لليمين في المانيا، من اقصى اليسار انت بتتكلم مم. على الشيوعيين فاهم، مم. ويل اول ذا واي يعني للرايت وينج، ماسكين نفس السرديه بالظبط بالظبط، وهي واخده صف اكستريم اكتر بشع. اولموست من الصين. وهم عندهم كونسبت اللي هو لا احنا our reason of state، احنا عندنا سبب وجود الدوله بتاعتنا الالمانيه هو ابقاء الدوله الاسرائيليه. ده اتقالت كذا مره من ميركل من زمان وشولتز وناس غيرهم يعني. فده كونسبت تاني خالص، مفيش دولة أوروبية متمسكة، حتى أمريكا مش للدرجة دي فاهم. ده موضوع فلسفي يعني ايوه. فاهم، بوظ لهم عقلهم شوية. انجلترا مش كده. انجلترا اولا ما تنساش انجلترا الليفرج بتاع المسلمين بالذات، بالذات كحقبة من الشعب، يكاد يكون اكتر بكتير من امريكا. كما على كل الباكستانيين، البنجلاديشيين، كل ساوث ايجا المسلمين، وكل العرب بقى اجمع باكتر كل الاشكال يعني كل الجنسيات موجودين، وثيرد وفورث جنريشن فاهم، الناس جت من زمان. فدول دي برضو قوة كده هو تتسمع في الشعب، فما ايوه. ينفعش ان انت تسلط عليهم بوليس يقبضوا عليهم ومش عارف ايه الكلام ده. ينفع في المانيا مفيش ناس كتير فاهم، الفيرست جنريشن بيبقوا خايفين اكتر، سكند جنريشن ده انجليزي مم. عارف. ايوه. ففي تعقد ما اعرفش اذا ده معمول علشان هم لطاف الانجليز ولا الطف من الالمان، ولا علشان الوضع. فاهم their hands are tied. مم. بس واكتر وفي جرايد بتكتب في السكه دي، وفي راديو وتلفزيون بيتكلم في السكه بتاعت فلسطين، وفي طبعا التاني اللي هو الوسطي الابيض العادي ده اللي هو يوم كده ويوم كده سي ان ان ستايل، وفي بقى اللي هو طبعا لاسرائيل وهكذا وهكذا. فبحس انه اتليست اتس هيلثي، بحس ان انا ممكن اتكلم، بحس ان انا ممكن اقول اللي انا عايزه ومفيش عواقب. العواقب بقى هتيجي في معاملات بيزنس، حاجات من اه دي. ودي طبعا. بقى حاجة شخصية فاهم، دي اتليست ما هياش سيستماتيك يعني، اتليست دي متقبلة ان هو خلاص اه انا حد، لو انا مثلا في المطعم بتاعي معلق علم فلسطين، ففي كاستمرز مش هتخش او العكس فاهم. تمام. انا قابلت الموضوع ده حاجه شخصيه. وده انا قابله لان هو ده that's the rule of the game. وانت مش هينفع يعني، بص مش هينفع تقول للناس تتصرف ازاي، خليهم اكيد. يتصرفوا زي ما هم عايزين وتفلترز تتسيلف اوت يعني. انت بس مش عايز الحكومه تيجي تقول لك شيل العلم ده بالظبط بس. طالما اللي قدامي دوت ما عندوش سلطة اكتر مني وبيتصرف على قد تصرفاته الشخصية، يا يقاطع يا ما يجيش، يا زي ما احنا بنقاطع هم ممكن يقاطعوا زي ما هم عايزين. I don't mind. اكيد. كم واحد يعني فاهم. شيء مش المحل بتاعي المطعم بتاعي. هم أقلية. والإنجليز نفسهم لا بحس بمشي يعني على مدار يوميا بشوف حد شكله أبيض إنجليزي بقى أو أوروبي أو أيا كان لابس كوفية عادي جدا، حتى يوم مش مظاهرة فاهم، اللي هو رايح امم. الشغل في وي ورك، ناس لابسة البتاع وهكذا. ف في البداية كنت قلقان جدا، وانا نفسي كنت حاسس كده اللي هو في عبء عليا مش طبيعي، مش عارف اتصرف، مش عارف، عارف حاسس ان انا عايز انفجر قدام اي حد في البداية في 2023. وبعد كده لما لقيت الناس
مع الموضوع، وناس بيض وناس آم، واعرف واحدة يهودية، يعني انجليزية يهودية، اللي اتقطعت بشكل مش طبيعي من كل اصحابها وكل وناس في العيلة و اللي اتخذها يعني صف، فاهم، مناصرة فلسطين وهكذا. وبشوف انه ده، طب هي عملت كده ليه؟ يعني انا فاهم ان انا شخصيا هعمل كده ليه؟ ما هو برضه دول ناسي وتابعي، وانا هارش الكالتشر ديت. هي she's going against. تخيل مثلا لو انا مثلا رحت قلت رحت في مصر وقلت انا اسرائيل. مع اسرائيل. اه طبعا، مع مع اختلاف الفرق انه طبعا، واحده obviously متضرره جدا، وواحده لا، يعني مش بقارن، بس ايوه. نفس الايفكت بتاع ازاي هتتكره، فاهم. مهم. وكونها في لندن تقدر تعمل كده، هو وتعيش في منطقه مليانه يهود وعادي، فاهم، محدش عامل لها حاجه. طبعا في اوف كيسز كده، اوف شوت كيسز بتحصل، حد يضرب حد بتاع، بس ما سوري، رد على السؤال طويل جدا. لا لا عادي يعني، ما هو ده، ما هي اصل هي فكره معقده يعني. انا برضو حسيت زيك بالظبط، اللي هو حسيت كده احساس ان انت مخنوق كده، واللي هو العالم كله ضدي. دي بقى اللحظه اللي بحس فيها ان هو انا بني بقى، فاهم، انا بني اه، ومش من هنا، مهما عملت انا مش من هنا. بس اللي غاظني بقى كان اكتر، عبد الرحمن، موضوع حته ان انا في الاول كنت حاسس بهزيمه كده، فاهم، اللي هو امم. يعني انتوا عارف ليه؟ لان فجاه 7 اكتوبر حصلت، والناس كلها قامت اه، نط نصر عليك كده. اسرائيل، على اسرائيل وايه اللي حصل ماشي اوكي، بس بس انتوا شفتوا دي؟ بس اللي هو مم. ايه ايه ده، فاهم، ايه ده؟ ايه الغباوه دي؟ بس دي شفتوها، فاهم، واوكي بقى اي حاجه بعدها اوكي. فاللي غاظني احساسي بان انا هو مين دول؟ انا بعد 15 سنه مم. من معاشرتهم، مش حاسس ان هم جامدين قوي كده، يعني علشان يقدروا ينتصروا عليا بسرديتهم والماجوريتي بتاعتهم. فلما ابتديت بقى اشوف، لا احنا in terms of international media, in terms of the way الحرب ده هي اتشافت، لا ده احنا في انتصار مش طبيعي اول مره يحصل لينا culturally، فاهم، تهزيت الثقافه بتاعتهم بالكامل including جوه اسرائيل. مش هزتها اللي هو حاولت تدمرها، لا انت هزتها وفوقتها كده، غيرتها. فاهم. غيرتها جدا، غيرت كل جريدة في كل بلد في أوروبا دلوقتي هيبقى فيها كل يوم حاجة لها علاقة بالبتاع، حتى لو نيجاتيف بابليستي لفلسطين اهي بابليستي. دي في حد ذاتها توب اوف مايند، عارف كده، اللي هو النيوز سايكل دي اطول نيوز سايكل انا شفتها. ده حتى اوكرانيا وروسيا ما كانتش الناس مم. مهتمه بيها قوي كده اهوت. دي لسه شغاله، ومظاهرات طول الوقت، شتاء صيف شتاء صيف. صح. فده حسسني اللي هو ايه ده، لا احنا لا، ما تنهزمش كده، ما تتكسرش عادي، ده اتس ا وور، ولسه ما اتحسمش مين الكسبان والخسران. احنا ليه؟ احنا مش فيكتيمز، فاهم. وحته برضو اللي هو الشكوى، اللي هو امريكا ليه بتشجع كده وانتوا بتناقضوا نفسهم. وصلت لمرحله اللي هو انا مش هقعد بقى اتساءل هم مش بيناقضوا نفسهم، اوف فاضلهم. كورس. وانا فهمت خلاص، مم. خلاص بقى مش هعتمد عليه ان هو يجي ينقذنا. احنا مش محتاجينهم. This is a really big turn. انت ممكن ترغمهم ان هم يعملوا اللي انت عايزه، مش باللي هو مات لنا 44 الف واحد. ايوه دي حاجه مؤلمه، بس مش دي اللي مش هتخليهم هتخليهم يغيروا اي حاجه. يعملوا حاجه. اللي هيخليهم يعملوا حاجه ان هم يبقوا مضطرين يعملوا حاجه، صح. وده يغير دماغي تماما، فاهم. طبعا بقى هتاخدها to any degree of extremity and violence في schools of thought مختلفه، بس ومدارس يعني مختلفة في التفكير دوت. بس اتليست شايف اللي حصل سو فار، نصر كبير للقضية نفسها. هو عمره ما الفكره، كان. انا يعني انا زيك لما كنت في مصر قريب، فكنت بقول لاصحابي ان هو هنا في فانكوفر، اللي هي مدينه مش كل الناس تعرفها يعني في مصر، بس كل اسبوع في مظاهرات. هم ايه ده بجد؟ قلت لهم ايوه، ده خلاص الموضوع بقى طبيعي، بغض النظر عن بغض النظر احنا وصلنا لمرحله المظاهرات، ما خلاص يعني، فاهم، في مظاهرات كل يوم وهم عارفين ان هي مش تعمل اي حاجه. بس فهو زي ما تقول، هو الموضوع ده بقى جزء من كل الكونفرسيشنز، وبقى جزء من تعاملات الناس، مش كلهم طبعا، في ناس ولا على بالها اصلا ولا تسمع ولا فكرت في الموضوع ده. كان في واحد كان في واحد يعني صاحب واحد صاحبي، كنت شفته كان لابس قميص عليه بطيخ.
فقلت له ايه ده ده بوليتيكال وبتاع مسج وكده. قال لي ليه؟ فقلت له عشان البطيخ. قال لي البطيخه بوليتيكال؟ قلت له لا بص خلاص فكك. ف خليك لابسها خلاص. البس القميص يا معلم وفاهم ما تشغلش بالك. بس الموضوع بقى جزء من كل conversations، وكمان جزء من كل السياسات اللي هو تمام. في ناس كتير جدا هتبني تصويتها بناء على الناس دي عملت ايه في وقتها، وهيأثروا سواء عجبنا او مش عجبنا ودخلنا بالظبط. له ودخلت لهم زي ما انت بتقول in terms of fashion. واحد كل حاجه. شاف بتاع عليه البتاع، اشتراه علشان عاجبه. ما هم الاسرائيليين كانوا بيعملوا كده طول الوقت. صح. احنا اخيرا فاهم اتعلمنا سنه منهم. انا شايف كميه حاجات على انستجرام، ادز وبتاع، Palestinian olive oil جايه من فلسطين غالي، مش عارف ايه حاجات من دي. كلتشر. اه it's tapping into capitalism. وانت ممكن طبعا. تكون مش موافق انه capitalism necessarily هتساعد القضيه الفلسطينيه، بس هم يعني ده النظام الموجود. طيب انا ههاك فيه وهستخدمه كوسيله، فاهم؟ ابني بيها. هبيع حاجات، وهبيع حاجات فلسطين وبقى فاشنبل وبقى شكلها حلو، والكوفيه دي ناس بالهبل بتشتريها. ايوه عارفين معناه ايه، بس ستايل برضه. فانت وفي بتضم فرق. ناس لا يمكن كان بالنسبه له فكروا في حاجه يبقى زي كده. لفكره زي دي الا لما جبتها له بلغه هو يفهم. بتاع شكلها حلو، البس بين مش عارف ايه. وفي يلا. فرق بين طبعا انك تلبس كوفيه، اصل اربن اوتفيترز عاملينها مش عارف جزء من مش عارف الكوفيه الصوف، وفي فرق انك تشتري كوفيه عارف هي مصدرها ايه، او عارف هي بترمز لايه ويا وبتلبسها عم لسبب حتى ما. لو الكوفيه دي معموله في اسرائيل، هيكسب منها واحد اسرائيلي عامل اه ايه روج انت عام بالظبط. لفكره لسيمبل مش طبيعيه. يعني صح. السيمبل ده كل حد يجي ياخد فيها صوره هتبقى شيرد. وبغض النظر حتى سيبك من الكلودينج ايتمز، يعني احنا هنا تاني مدينه برضو مش كبيره، فيها بتاع معرفش بتاع 2 مليون بني ادم مثلا ولا حاجه زي كده. ايوه. واسبوعيا غير المظاهرات في ايفنتس مخصوص معموله، حتى لو هي ما بتوصلش لحاجه معينه، بس هي ايفنتس اللي هو Parents for Palestine، فيلم فور بالستاين. وانت نفس الكلام اكيد طبعا في لندن، بس يعني بتكلم هنا بالنسبه لنا هنا كلتشر دي العيال اللي حاجه لا هتكبر يمكن كنت هتشوف. اتخيل. لا يمكن اتخيل مدينه زي دي اصلا تهتم بشكل او اه باخر بحاجه زي كده. آه، بالظبط. فدي موجه مختلفه، والله اعلم فعلا هتبقى عامله ازاي. بس هي دي ده اداني امل برضو زيك كده، انه بعد اه ما شفت انه الهجوم بالشكل ده من العالم كله، انه لا ده في ناس كتير جدا مش شبهي، وما يعرفوش ما خدوش نفس الهيستوريكال كونتكست اللي انا اتربيت فيه، ومع ذلك هم بالنسبه لهم الموضوع ما فيهوش اختلاف، هو واضح جدا ايه المشكله، ايوه وهنتعامل على اساس المشكله دي. ودي حاجه بالظبط. غيرت حتى احساسي ناحيه اللحظه اللي حسيت فيها اللي هو انا تمام ان انا هنا، ولا انا بعمل ايه دلوقتي، ولا مع اني في امم كده ما وصلتش مرحله اللي هو لا انا هرجع مصر علشان اعرف اعبر عن نفسي، يعني انا هعرف اعبر عن نفسي هناك لا. ما زلت هعرف اعبر عن نفسي شويه هنا على الاقل. في حاجات بتحصل كل شويه، بس في ليفل لسه موجود. وهي فكرة برضو اللي هو مش معنى ان انا مش عاجبني الحياة هنا، او في حاجات في الحياة في كندا ولا امريكا ولا انجلترا ولا وات ايفر مش عاجباني، لا انا يبقى مش. معناه ان انا هيأس وامشي. لا طب ما انا، هو ايه سلطة اللي قاعد هنا ان هو يرغمني ان مم. دي تبقى طريقة الحياة هنا؟ فاهم؟ انا صح. هغيرها او اخليها تبقى فيها بذور التغيير، فاهم؟ لما عيالي يكبروا هنا، فاهم؟ يبقوا براود اكتر ان هم صح. عرب او ايا كان whatever. فدي برضو فيها ثقة كده، بتدينا فجأة ثقة كده بعد ما احنا طول الوقت محتلين، واحنا اللي بنروح لهم بلادهم واحنا اللي مم. بنزوره. لو لا احنا داخلين بتقلنا المرة دي، فاهم؟ صح. صح. لا الوضع فعلا مختلف تماما. وبخصوص الكالتشر، تعالى اسالك برضو على الاكل بقى، الحته بتاعتك. نخش في الأكل. خش في الكالتشر بس من ناحيه تانية. آم، انت عموما مهتم بالاكل من قبل ما تسافر، ولا من زمان مثلا وانت صغير وكده، ولا ده الكلام ده بعد ما انت سافرت واستقريت؟ يعني مهتم بالأكل كانثوزياست ومقدر للأكل وأكيل يعني كنت بحب دايما، فاهم؟ وانا صغير كنت احب اطبخ مع امي واقف جنبها في المطبخ، وابويا بيطبخ وامي بتطبخ، فبشوف مم. الموضوع في العيله عندنا. ابويا يعني بيطبخ حاجات شرقيه، فاهم؟ مصريه، مطبخه كده هو اصيل. امي برضو، بس امي بتحب تجرب حاجه جديده، تجرب هندي، تعمل مزيج، تجيب ده من تودي ده. ف يعني حبيت الاكل عموما، بس ما كنتش بعرف اطبخ.
يعني كنت بعرف اعمل مثلا بيض، اعمل حاجات كده. وقت مره كنت عايز اعمل كيكه كده اسمها بانوفي باي، معرفش جربتها ولا لا. لا. بالكيكه كده فيها بسكت وعليها موز مم. مهروس، فاهم؟ وعليها زي حاجه زي كراميل كده. مم. وفي الله. المطبخ كان من 15 سنه، وانت عشان تعمل بتاع الكراميل دوت لازم تجيب الكوندنس ميلك، ده اسمه اه. الكان ده، وتحطه في ميه كده سخنه بيغلي شويه وتشيله. اوكي. فانا سبته ودخلت جوه بقى، الله اعلم عملت ايه، دخلت على MSN ولا وات ايفر اللي كان موجود ساعتها، والبتاع ده سبته على النار حوار. فهو كريست، فانفجر المطبخ كله، فاهم؟ فامي يعني اللي هو قالت لي انت يعني كل على لو المطبخ. لو الموضوع ده ما جابش همه، يبقى هيبقى كل ده على الفاضي، فاهم؟ طبيخ وقرف لو يا ابني لو دي مش سكتك فاهم، مش لازم. اه، رسينا بقى على حال علشان شوف لك حاجة تانية. اللي انت عامله لنا ده. بس فلا كنت بحب اطبخ او ابقى واقف مع امي في الطبيخ، بس ما فيش. وبقى امي نفسها نفس الشيء، منى عامر بقى وبتاع. مم. ف بس لما جيت بقى المانيا، هي المانيا اللي حسيت ان انا عايز اول حاجه اعملها لما اخد الشقه اللي انا قاعد فيها بقى كطالب. رحت فاهم، جبت شقه كده اونلاين وقعدت فيها. اول حاجه كنت عايز اعملها ان انا اروح اجيب اكل من السوبر ماركت واعزم اتنين اللي الناس اعرفهم صحابي. في الكلام مم. ده، اتنين اللي اعرفهم كده. وجا في بالي one of my favorites يعني، امي بتعمل فراخ روستو بالبطاطس كده. البطاطس نفسها تقطعها كده كيوبس وتقليها في زبدة. و... والفراخ نفسها سلو كوكت روستد كده، هو بصوص مجرمة، فاهم؟ وعلى الرز الحباية والحباية، أنا كنت ده اللي عايزه، فاهم؟ ايوه. الفراخ لازم تحمر الأول، واخد بالك، وبعد كده حوار. فكلمت أمي سكايب ساعتها، كان يعني حبايبنا سكايب. ومشي قعدنا مثلا 3 ساعات نعمل البتاع، وبالكمبيوتر بقى طبعا مفيش سكايب على تليفون ولا بتاع. حاطط الكمبيوتر جنب الكمبيوتر، البوتاجاز بص فاهم. كده، بص كده كده كفايه يا ماما. الفرخه وهي اسود. اه لا يعني وعملتها وبتاع. فمن ساعتها قلت لا، انا هتعلم منها كل اسبوع كده طبخه جديده على صح. سكايب. وانا وامي قريبين جدا من بعض وبتاع. وارجع اطبخ انا وابويا. هو بيحب مثلا يعمل كبده وسجق وبتاع شرقي، مم. فاتعلم منه دي فاعملها. فلقيت ان انا طول الوقت بطبخ لنفسي، وبحب اطبخ للي عايش معايا واعزم ناس، وبحب اصلا اقابل ناس من خلال الاكل وبتاع. مم. فجت من هنا يعني. رائع. طب دلوقتي انت وصلت لمرحله، انا عامه زيك برضو يعني، بس انت ممكن تكون مهتم من قبلي. انا ما ركزتش اصلا في موضوع الاكل نفسه غير لما سافرت. لان اكتشفت انه انا هموت في الغالب. انا فعلا انت مش عارف فكرت. اعمل اي حاجه يعني. انا بعرف اعمل اه بيض مثلا. انا ليتري ما اه كنتش عارف اعمل مكرونه. فانا اللي هو حسيت انه اوكي. وانا ازاي كنت عايش كبني ادم. ايوه بالظبط. الواحد برضه بيفكر ايه ده، ايه ده. حبيبتي يا ماما حبيبتي. اه. كل اكله اكلتها عمري ما فكرت اتعملت ازاي، ولا جت امتى، ولا مين اشترى الخضار، ولا ما فكرتش في بالظبط. الكلام ده. ازاي بحس وبكام وبتاع. حسيت بلحظه كده اللي هو انا فعلا مش بني ادم. اللي هو ما ينفعش اكون بني ادم اصلا وانا مش بعرف اعمل لنفسي اكلتين على بعض فاهم. امم وقعدت فتره كده اللي هو انا خايف من المطبخ. اللي هو انا فعلا مش عارف اللي هو طب لو انا كنت بطبخ دي اخلي النار عاليه ولا واطيه، اعمل ايه مش عارف ايه. طبعا اتصلت باهلي برضو نفس الكلام، بس الموضوع ما كانش as productive ثالث. طبعا. as الاكسبيرينس بتاعتك يعني. ان هو انا بحب امشي على ريسبي. اديني ريسبي اوكي. اعملها بالظبط. لا احنا عيلتنا انا نحب مش كده. نجود قوي، عارف انت؟ حزلقوم لما بيقول لك احب التاتش بحب بتاعي، اجرب. احنا عيلة ايوه. التاتش بتاعي. انا ما بنموت اقدرش اعمل، ما وصلش المرحله دي بصراحه بنجود. لسه. هي مش فكرة، هي بحس ان هي، عارف انت لما تلعب مزيكا سمعي، امم. سماعي او نوتة. في ناس أمم. بتفضل نوتة، بتعرف تقرا نوتة اكتر. في ناس تحب صح. السماعي. مش واحدة طيب. احلى من التانية، هو كده preference. صح صح. فانا هو ما بحبش امشي على ريسبي. بحس انها بتلمت ميكات وببرون شويه. لا انا لازم احسب واعمل. لا يا عم، الصلاة على النبي كده. ايوه. هو ستايل. انا كمان بيسمح لك اظن ان انت يعني تجرب. يعني تجرب. انا ما اقدرش اجرب اه. بنفس الستايل لان انا بحب اشتغل على الحاجه بالظبط. اشوف حد تاني يجرب بس، او ممكن بجرب على اساس اني اخد حبه من هنا على حبه من هنا، بس لازم يبقى في ريسبي والا بتوتر يعني.
فيمكن عشان دي برضو الطريقه اللي اتعلمت بيها. بس مجرد ما اتعلمت بقى حسيت انه واو، ده انا حياتي ده اتغيرت. عالم. انا حياتي اه. اتغيرت بالنسبه لما بنزل مطعم وعايز اكل ايه بفكر فيه، وبالنسبه لما انا بعمل نفسي اكل بفكر فيه. انا لما حسيت انه كان انجاز ان عارف لما تبص اي كان وتشوف المكونات او اي حاجه تشوف المكونات، ده كان بالنسبه لي اللي هو ازاي ما ركزتش في الموضوع قبل كده. الجهاز ما ركزتش ان ده امم سكر قد ايه وده صوديوم قد ايه وده مش عارف ايه. انت لما بتبص الموضوع ببعد اعلى كده، تلاقي ان انت علاقتك مع الاكل دي علاقة برايمال، علاقة ده حيوانية. فاهم؟ جدا. علاقة أصيلة جدا، وعلاقة لا يمكن تنتهي، يعني هتنتهي صح. يوم لما فهمت نموت. صح. ومع ذلك فور جرانتد تماما، علشان وجودها سهل، فانت ممكن تطلب في اي وقت فيه واكل من فيه. و... ولما بتبص للطماطمايه كده، ولا حته اللحمه، ولا وات ايفر، فاهم؟ وبتقعد تطبخها وتشوفها وهي بتتغير لونها وقوامها وهكذا. في صح. علاقه في حاجه هاكلها، فاهم؟ هستطعمها وهتبنيني وهتكملني في الحياه. لما بتقعد تفكر كهوت، بتحب الأكل، بتحب كده تجرب حاجة جديدة، تعمل بتاع. صح ونفس الشيء جدا. لو في مطعم برضه. جرب كل شويه. صح جدا ان هو ده. يعني انا برضو زيك لما باجي بحب جدا اعزم صحابي على اكل، واحب اللي هو اعمل لهم اكل كتير واعمل زي عندنا فاهم في مصر لما ايوه، تبقى ايوه. السفره تبقى مليانه كده. لازم يبقى زيادة بعد لازم الناس ما لازم يبقى زياده. طبعا بالنسبه للكنديين اللي هو ايه ده كتير قوي ملوش لازمه، مين هياكل تروح كل ده؟ بقى. يا عم انتوا جايين عندي عيب كده يا جدعان. كل واحد ايوه، ياخد بوكس صغير فيه اكل يروح بيه. بالظبط. مش حوار يعني. وما عنديش ايوه. مشكله يعني. بقيت فاهم طبعا لما كانت امي ولا جدتي ولا بتاع يقول لك انا قمت بالعزومه دي كلها. اه انا قمت بالعزومه دي، انا قعدت فاهم م- ساعات بعمل كل حاجه وما اختصرتش. كنت ممكن اختصر في حاجتي اللي انا عايز اقعد الوقت كله. انا عايز اجيب ايوه. الانجريدينتس والمكونات دي كلها واحطها مع بعض. وفعلا بنبسط جدا. وفهمت ده قد ايه كان يعني يعني جزء من الكالتشر بتاعتنا في مصر. انه دلوقتي مثلا رمضان بالنسبه لي زمان اول ما جيت هنا تعامل رمضان ده يعني مهما عملت عمره ما هيبقى زي مصر. فمالوش لازمه. م- ما كنتش بعمل اي حاجه فاهم، بتعامل اللي هو رمضان بيني وبين نفسي. ايوه، فاهم. دلوقتي رمضان يجي لا انا فاهم بعمل عزومات واجيب صحابي الكنديين وبعمل الاكل بتاعنا وبعمل كل الحاجات دي. بالظبط. علشان خلاص هي انا بقيت قادر فاهم، بقيت قادر ان انا اعمل الاكل ده بالظبط. وبقيت قادر احس الاحساس ده. واثق كمان، اللي هو انا واثق واثق ان انا جدا. اوري الكالتشر بتاعتي صح. زي ما هي، وانتوا تعالوا جربوها، فاهم؟ مش بالظبط بالظبط. فده احساس يعني شايفه مهم جدا، وبعدين بيعرفك فكره اللي هو قد ايه انه الناس بتتعب عشان تديك الاكل ده، سواء في مطعم او في البيت عندنا مع اهلك او صحابك لما بيعملوا لك اكل. بيعرفك قد ايه الموضوع مش يعني فيه مجهود وفيه حب وفيه كل حاجه وفيه اهتمام فشيخ عشان الحاجه تطلع بشكل معين. وعشان كده المشكله بقيت احكم بقى على الناس جامد جدا بسبب الموضوع ده بعد ما امم انا بقيت اتعلمت فاهم. لان انا بعتبر طبعا. نفسي انا كنت صفر، فلو انا قدرت اتعلم انت ليه بتطبخ كده؟ لا. بالظبط. اذا كان انا عرفت. ايه ده؟ ايه الطماطمايه الزباله دي؟ انت ازاي اشتريت الطماطمايه دي من السوبر ماركت؟ انت مش شايف السواد اللي فيها؟ انت ما فكرتش لحظه؟ ايوه، بالظبط. فبقيت احكم للاسف على ناس كتير بقيت جادج اوريدي على شيف's جدا تيبل. جدا. اللي هو لما حد يعني طبعا الموضوع مختلف هنا عن مصر، بس انا بحب انزل الجروسري ستور انقي انا الحاجات بنفسي. انت اكيد طبعا راجل امم فاهم الكلام ده. لما امم بلاقي حد فاهم قادر ان هو ينزل الجروسري ستور بس يتكلم بالتليفون الو هات لي، او يطلب على الاب فاهم عايز مش عارف طماطم وخيار وش اللي هو طب انت شفتها؟ ده هيديك اسوأ حاجات. ازاي تعمل في نفسك كده فاهم؟ انت برضو جاي من كونسبت اللي هو الفكهاني بيحط الحاجه الوحشه على الوش. اللي هو ده حقيقي. هو بيعملوا كده هنا فعلا. لو هيديلك دليفري بيديك اسوأ حاجه يعني انت مش هتشوفها فاهم. اه. فلا الموضوع بالنسبه لي يعني بقى مهم جدا. وبقيت دايما بكتشف. وانت عندك شويه حاجات برضو على البيج بتاعتك انا لسه محتاج اجربها. لان كل الحاجات فاهم، كل الحاجات فاهم تفاصيلها الصغيره بتفرق جدا. امم بتفرق جدا في الحاجه. بس انا ما وصلتش للمرحله بتاعتك طبعا، وما وصلتش لمرحله ان انا افتح مطعم. انا بالنسبه لي صحابي احيانا هوايه. بيقولوا لي اللي هو ايه ده طب ما تيجي، طب بقول لك ايه، عارف انت العربي لما بيقول او ايوه، المصري لما يقعد في حته ما تفتح بقول مطعم لك كده ايه احنا ممكن نعمل حوار هنا. بس ده في حد ذاته حاجه كويسه، لان اللي انا مثلا شفته من ساعه ما جيت، من ساعه ما مشيت، آه كل ال... كل الجنسيات التانية
عندهم اكلهم في مطاعم، سواء كانت بتخدم اجانب او امم. بتخدم الجاليه بتاعته. الجاليه بتاعتهم. وبالهبل، لبنانيين، مم. سوريين، كل الافارقه، وهكذا وهكذا وهكذا. الا احنا يعني ده حقيقي. فعلا، مش بس لندن، كل حته في كله الدنيا اللي هو الكوزين يا جماعه. المصري. احنا 100 مليون واحد، صح. وبنطبخ. كتير قوي. عندنا بحرين، بحر بيجيب سمك ايوه. نوع وبحر سمك نوع رئيسك تاني، تاني. وبيطبخوه بطرق مختلفة، ولسه في نيل وطواجن وحوارات، صح. وصحراء فيها شوي ايه ده الهبل ده؟ ازاي؟ فاهم؟ بجد حاجة نرفزتني. واروح ايطاليا، رحت كمان ايطاليا كذا مرة، يعني من البلاد اللي بحب اروحها جدا جدا جدا. اولا احنا جالية هناك كبيرة جدا، كله شغال في البيتزا و very successful، المصريين وعندهم كتير صح عشان بيعملوا مصريين، بيتزا. عندهم محلات بيتزا ضخمة وقوية وشغالة حلو، مش شغالة عند واحد بتاع بيتزا يعني، في ده هو طبعا. بنفسه. وكتير، واصحابي الطيارة يقول لي اه ده جامد ده، اقول له يا ابني ده مصر، ده بيعمل لكم انتوا بيتزتكم، يعني انا جيت اعلمك تتكلم ازاي. ايوه. طب ليه ولا واحد ما عملش نفس الشيء في فرنسا وهكذا مم. وبحس ان هو، اكتشفت يعني بعد مباحثات، فاهم، وتحارير، آه، انه دي ثقافة الماجورتي. بمعنى ايه؟ انت بمعنى انت لو، انا مقتنع بكده شخصيا، ان انت لو من ناحية مثلا الكالتشر، ومن ناحية الثقافة، ومن ناحية الافلام والغنى والموسيقى وهكذا والفن، انت نت اكسبورتر، انت في المنطقة بتاعتك، مصر، عبر مئات اكيد. السنين، مئات السنين وقبلها، احنا اللي بنصدر الثقافة. وبلاد تانية زي مثلا العراق، زي لبنان، زي سوريا. ولكن مصر بحكم حجمها وحكم حجم الناس، طول عمرنا أكبر دولة، بنصدر كمية ثقافة مش طبيعية. وبالتالي احنا هم الناس بتتكلم مصري، احنا ما بنتكلمش سعودي، احنا فاهم. ايوه. في اولموست حتة intellectual سنوب كده، هو واخد بالك انت واخد. 7000 سنه حضاره فبنروح بيقول لك، واحيانا 9000. فبنروح البلاد وما عندناش فكرة ازاي اعرف اعمل ماركتينج لحد ما يعرفنيش. لا، اذا هو ما مم. يعرفنيش ازاي افتح محل اسمه خوفو، مين خوفو ده يا عم؟ هفتح محل، فاهم؟ هرش الفكرة. فاللبناني هو اللبنانيين في اي حتة في الدنيا ماينورتي، اه. وشاطرين جدا، بس ما يروح شاء انجولا، الله. يروح اوه. برازيل، يروح امريكا. شاطرين عشان هم اضطروا يبقوا ماينورتي، محدش يعرفنا، محدش يساعدنا. ازاي هعرف اوريه اكلي؟ فاهم؟ مم. لازم اديله بلغه يفهمها، بمنيو يفهمه، بطريقه برزنتيشن معين. صح. السوري نفس الكلام. الاسرائيليين يا مان مش طبيعيين، مم. شاطرين اسرائيلي قوي، فود اللي هو ولا حاجه اصلا، هو مش موجود. شاطرين قوي. صح. خد حاجة موجودة، عدت بطبعك جاهز، عملها شكلها أحلى، عمل منها فيرجن تانية، مش شرط أحلى بس فيرجن مختلفة، وسماها يناسب. إسرائيل مم. علشان تبقى بتاعتي. الفلافل بتاعتهم بقت معروفة، الفلافل الإسرائيلي في لندن دي دايما مدورة وفيها حبيبات كده، هو فاهم. هو عمل لنفسه حاجة. فاحنا ما بنعملش كده علشان احنا متعودين ان العرب بيجوا لنا وبياكلوا عندنا في بلبع ومش عارف ايه وبتاع. وبلبع نفسه مش هيروح هناك، انا بعمل فلوس كفايه في مصر، مم. وهكذا يعني. فاهم قصدي. فحبيت ان انا يبقى فيه اللي هو بحاول انا كده هو اكسر البارير، واعرفهم الاكل بتاعنا بشكل هم قابلينه، بشكل الناس مش لازم تحس ان هم داخلين افريكا بارك ده، ولا كان اسمه ايه المطعم ايه ده؟ كان اسمه اللي هو اللي في مصر فاكره انت الجديدة. اللي في ميدان سان فاطمه؟ أيوة. ده كده اللي هو تخش، كريم. اللي هو حاجه مبتذله جدا يعني، مش معقوله، وشجر بقى كان ايه حوار ده، الافوار؟ كان لازم ايه تروح فاهم. الافوار دي؟ اللي هو اديني اكل افريقي، مش لازم تحسسني يعني، فاهم؟ تحسسني انك لسه فاهم؟ جايبها من الاسد فاهم، اللي على جنبي ده. اه وسجاجيد كتير بقى. فانا ما كنتش عايز اعمل اللقطه دي، ايوه. علشان اخلي الموضوع احنا بروفيشنال زينا زي اللبنانيين زي الاسرائيليين وبتاع، اكلنا حلو ومميز جدا يعني. كل حاجه عندنا مميزه جدا، ولها قصه ولها تاريخ. كفايه الملوخيه يس، يعني صح. عارف انت تاريخ كثير. فعلا. تاريخ حاجه كانت لا تاريخ ممنوعه في يوم من وسياسه، دخلت في الايام. السياسه. ده في واحد اه. ناس فاهم، اتفشخت عشان الملوخيه دي. منع الملوخيه، ممنوع اه. الملوخيه في البلد كلها قصه لمده لوحدها سنه. فاهم تعمل بيها.
ف براندنج. excited، ده خلاني اكسايتد في الاكل اكتر، والاكل المصري، وبحب امزج الاكل المصري باكل تاني، خاصه الفرنساوي والهندي. امم. يعني بحب قوي اجرب حاجات من هنا وهنا، او تكنيكس، بالذات المطبخ الفرنساوي برضو عالمي من حاجه ناحيه تانية. التكنيك. من امم. ناحيه التكنيك فظيع. فالواحد ممكن ياخد من ده ويعمل في مصر. يجرب. هي نقطه مهمه جدا عامه، لان اولا انت قلت انه قد إيه احنا فعلا احنا ناس كتير ومتوزعين في حتت مختلفه وعلى على جغرافيا مختلفه. اول حاجه احنا ليميتد فشخ عموما. بالنسبه انا بحس ان احنا ليميتد بالنسبه لمصر، انه فاهم، المحاشي، ال- الباميه في الصوص بتاع الطماطم، اللوبيا في الصوص بتاع الطماطم، الفاصوليا اه. في الصوص بتاع الطماطم. تمام انا فاهم، بس انا انا متاكد فهمت ان ان في احنا اكتر من بنحب كده. الطماطم. فهمنا الموضوع ده خلاص يا جدعان. في اكيد في يعني. انا برضو ما عندي ما عملتش الريسيرش كفايه في الموضوع ده، ولا اعرف اصلا الموضوع ده. انا شخص قاهري وفاهم ومحصور في ايوه، الحته دي. ايوه. بس ما اعرفش بقى بقيه الكوزين عامل ازاي في اه. المناطق المختلفه، زي ما الرقص مختلف في مناطق مختلفه، زي ما ايوه. المزيكا مختلفه في مناطق مختلفه، اللغه. اللغه مختلفه في مناطق مختلفه في مصر. أنا ما اعرفش ايه الكوزين المختلف بتاع كل منطقه، غير بقى السمك، فاهم اللي هو ماشي هذا اسماعيليه عندهم سمك وعندهم مش عارف ايه. عايز بقى اعرف بالظبط الحاجات دي. احنا محصورين جدا في المحاشي مبدئيا. انا بموت في المحاشي بس بس محصورين شويه. الانترستنج بقى انه المحاشي مثلا، لو خدنا بس المحاشي، ده بند المحاشي لوحده. بند لوحده، وفي طرق بالهبل مختلفة في مصر، من امم. بيوت لبيوت جوه القاهرة، من القاهرة للجنوب للصعيد، فاهم؟ صح. بيعملوها بطرق مختلفة، كذلك الملوخية، وكذلك الطرب والكفتة، وكذلك مثلا لو خدت سكة الطواجن دي كلها، في طواجن قاهرية أكتر مختلفة صح. عن اسكندرية، مختلفة. حتى الكشري نفسه مختلف، يعني الكشري أصلا عبارة عن هو قصة جميلة. كشري مختلف في مناطق مختلفه مناطق مختلفة. والله. يعني في اسكندرية في كشري بالكبدة، اه صح صح صح. وفي كشري بالجمبري. امم. وفي مصر أنا شفتها في كشري واحد عنده سيخ شاورما، بيقطع الشاورما. بتاع لحمه. وبالمناسبة أنا برضه بعمل لايك. فراخ. لحمه شاورما شاورما على فراخ مع الكشري. وليه لأ؟ ما احنا زودنا عليه صح. المكرونة، وزودنا عليه كل الحاجات دي جت، ما هو ما اتخلقش كله مرة واحدة زي ما هو، فاهم؟ صح. غيرنا المكرونة دي بالمكرونة دي. في فترة كان بيبقى المكرونة اللي هي المدورة اللي بخرم، مم. بقت دلوقتي المكرونة اللي عاملة كده المكرونه. سباجيتي مقصوص مش عارف ايه. مم. انا بحب فيه ان هو representation لمصر، الشكل بتاع البلد. عمال بيتغير، وناس من هنا تيجي تعمل فيها حاجة وبتاع، وما زال هو يونت ايدنتيتي كده، هو يونت، فاهم؟ صح. غني فقير منين بتاكله، فاهم؟ ففي ناس مثلا في اسكندريه بتعمله بعدس اصفر، مم. مختلف تماما صح. عن الاسود. فقيس بقى على ده مصر كلها، وقيس على ده العالم كله، وبقى شوف بقى التشابهات. عارف كده، زي ما احنا بنينا اهرامات والمكسيكيين المكسيك بنوا عندها اهرامات في وفاهم. نفس الوقت، اللي هم اه. ما شافوش الصدفة بعض. دي ولا ايه؟ فاهم؟ وفي بقى كونسبيرسيز بنت لذينه في الحوار ده. اه. بس في حد ذاتها نفس الموضوع في الاكل، فاهم؟ فكره ان انت هجيب الحيوان ده وهقطعه حتت، وبعد كده من حتت لشرايح، واسويها، ولما اجي اسويها المره الجايه بدل ما اسويها هي زيها كده، هديها شويه دهن من نفس الحيوان دوت وجرب. عشان تمشي، ومع شويه سبايس، فاهم؟ ده ناس كتيره اكتشفت الحكايه دهيت، يعني شعوب اكتشفت الحكايه ديت في استقلالهم بعيدا عن بعض، فاهم؟ محدش قال للتاني وقال للتاني وقال للتاني، ناتشرالي. حاجة ده بشرية جدا. انستنكتيف، فاهم؟ انت متخيل جمال الموضوع في ايه؟ وبعدين هات بقى اللحمه دي حطها جوه عيش. فكره اصلا، يعني مين قال ان هات اصلا سنبله القمح دهيت، فاهم؟ وقطعها، ده قطع ده منها. فات جبنه. يعني هو صح. القدماء المصريين من اوائل الناس اللي استخدمت الجبنه، سواء اخترعوها ولا لا مش عارفين، بس من اوائل الناس اللي عملت جبنه وزبادي وهكذا. جت ازاي؟ فاهم؟ اكسبيرمنت غلط، بس حد اكيد كان قاعد بيعمل اكل، فاهم؟ شايف بقى تاثيرها دلوقتي ايه؟ اللي هو this حد guy احنا would. مديونين ليه للأبد، فاهم، جدا، متشكرين وهو ما عندوش جدا. اي فكره، يعني ان هو اه. هو ملك الزبده، فاهم؟ يعني أول فعلا من عمل الزبدة.
انا بالظبط. عامه بحس كده لما انا بعمل بحب جدا العيش الساور دو. وفي الاول طبعا عملت كام محاولات فاشله، وبعدين كنت مصمم يعني كنت عايز اعمل الساور دو نفسه يتعمل من الصفر، اللي هو فاهم اجيب العادي الميه والدقيق واخلطهم مع بعض واخليهم في 6 ايام اقعد اشيل واحط. التجربه دي بقى انا بقعد اعمله كل اسبوع. هي بتحسسني قد ايه انه دي حاجه بتتعمل بقى لها الاف السنين، بغض النظر بقى في مصر ولا كان فين، بس احنا عملنا الموضوع ده لالاف والاف السنين، وانا بعمله دلوقتي حالا اهو بنفس الطريقه، ما عادش اي حاجه مختلفه. يعني فعندي فرن بس امم. كهرباء فاهم، بس هي امم. نفس الفكره اللي بالظبط. بحس بيه فاهم، بحس ان انا بعمل حاجه، مش ايوه. يلا في بتخلق السريع. حياه، ما هو بخلق حياه صح. ال اليست، هو الخميره. ماده يعني عايشه. الخميره بكتيريا اه عايشه بتتكاثر، فاهم، وبتكبر. صح. حياه فعلا بعد حقيقيه، وانت باكلها. بتعمل منها عيش. ايه الجمال ده يعني؟ اه ايه السحر ده اصلا؟ فاهم؟ ايه الهبل اللي انت سحر بتقول؟ فعلا. وان ايه، انت ما رحتش جبت خميره، انت خلقت خميره من بالصور. الصفر. حطيت ميه وسبتها في الهواء، الهواء بقى مليان لاكتيك اسيد وعمال يجي وينعش وانت تاكله ويكبر بيبي، يعني فاهم. بتاعي ايوه بالظبط، ومكمل معايا بقاله كتير، وحاجه خرافيه جدا. ما دي برضو من الحاجات اللي هو لما بتبقى عندك بس شوية وقت ونفس تشم هوا، ما يبقاش عليك ضغوطات، عارفة الدنيا، وقادر تستمتع بالحياة بتاعتك سواء كانت بسيطة أو أحسن أو أحسن. وتاخد بقى الوقت اللي هو، طب أنا إيه بستمتع بإيه، فاهم؟ هاكل إيه النهاردة؟ طب ما أعمل حاجة نفسي فيها، فاهم؟ عارف. مش عامل حاجه بس توصل تاكلني. ليفل المزاج ده اللي هو أنا أول حاجة هفكر فيها نفسي فيها طبق، هنزل واحاول اعمله، فاهم؟ مم. how nice is this, how exciting is this، فاهم؟ حاجه امتياز رائع في الحياه بصراحه. وانا ما وصلتش لمرحله ان انا ببقى افكر بقى اعمل عيش ولا اعمل مش عارف ايه، غير لما يعني طبعا استقريت هنا مثلا، عكس اول سنه ما جيت فيها اكيد متسوح في طبعا. كذا حاجه وفلوس على قد بالظبط، اه ويا رب ما اه ابقاش هوملس في يوم من الايام وفاهم. تعدي المرحله دي تحس ان تقول ده اللي هو ايه، انا عايز اعمل ايه بقى، انا نفسي في ايه، اه. والله ما اجرب ده ما ينفعش، طيب خلاص مش مشكله. وصلت لمرحله بقى معايا وقت ومعايا شويه ديسبوزبل انكم كده زياده، فاهم، مش مضطر ولا لازم احوشه ولا لازم حاجه. امتياز رهيب ان انا اقدر انبسط بيه افكر شويه. اعمل اللي انا عايزه فاهم. ما يبقاش كل حاجه رايحه لان انت في الضغط اللي هو ده للاسف الناس يعني طبعا في مصر الله يكون في عون الناس، مضغوط طول الوقت، ما تقدرش ان انت تقعد بقى تتمزج وتفكر وتعمل بتاع. طبعا. او هنا حتى يعني انت ممكن تبقى مضغوط برضه هنا، بس قصدي وانس الواحد فعلا وصل للحته دي، ده بقى البريفليج بقى ايه بتاع اللي هو بقى إيه اللي هم مش عايزين يسيبوه هنا بقى، اللي هو فاهم ما يغيرش السيستم عشان يحافظ عشان يعرف يعمل عيش. لا، ايوه. خلي العنصريه ايوه. موجوده ماليش فيه، بس انا عايز يبقى بالظبط. عندي الوقت لو اللي اعمل فيه العنصريه ابتديتها هتبوظ لي العيش، لا يا عم شكرا، مش لا يا عم عايز. انا عايز الوقت ده، مهم جدا يعني. لا بس هي فعلا حاجه لذيذه. اه فبس بقى خدت بقى سكه ان هي بقت شغلي برضه. يعني انا حبيت الاكل من وانا صغير، طبعا بقول لك ايه، وانا صغير يعني لعبتي الوحيده لحد مثلا ما كان عندي 9 سنين 8 سنين كانت خلاطات. ابويا كان جايب لي خلاطات بتاع حقيقيه الصغيره دي. قديمه، ولا من جدتي ولا شيء، خطوات خلاطات حقيقيه نضيفة. يعني. خلاطات حقيقيه بقعد العب بيها يعني. كائن غريب الشكل ما بيلعبش لا كوره ولا اي حاجه، بيلعب بخلاطات، فاهم؟ بحس اللي هو يعني هو هو ازاي شاف كده وقال ان ده تمام عادي يا ابني، مش مم. مش مش مضطرب ولا حاجه، فاهم؟ دي حاجه نادره عامه، هو نادر عامه ان انت تبقى يعني، او يمكن ما اعرفش، بس انا بحس ان طبعا في الغالب الابهات ما بيبقوش بيطبخوا. فانت بتشوف باباك ومامتك بيطبخوا مع بعض او بيطبخوا لوحدهم، بس في الاب برضه بيطبخ، اه. دي حاجه بالنسبه لي انا على الاقل نادره اصل في ابويا البيت عاش عندي. برضه لوحده، هاجر راح اه انجلترا اوكي. ودرس وبتاع، وعاش لوحده وله قصص بنت لذينه، فاهم اللي هو اللي وكانش مثلا يبقى عنده ثلاجه فيجيب الفرخه كده ويحطها ما بين تمر. الازاز والازاز، عارف انت الدبل جليزنج القديم، يحطهم يرصهم في الازاز كده، هو فاهم. فهو اتعود ودخل الجيش وبتاع في مصر يعني، فتعود يعتمد على نفسه ويعمل اكل، وهو بيعرف يعمل اكل من ولا حاجه، يفتح التلاجة هيظبط نفسه، بواقي كده هيلمها ويعمل منها اكله حلوه سخنه، فاهم، هي دي لذيذه. افشخ سكيل ان انت تبص كده على حاجه تحطها مع ده. وبيستمتع، فاهم، ببساطتها، فاهم. انا بحب برضو الكونسبت اللي هو انا كسبت اوريدي قبل ما ابتدي، فاهم. مم. انا مش هستنى التلاجة تقول لي اللي جواها حلو ولا مش حلو فيبوظ لي مودي ولا لا، ده انا اللي عندك انا هعرف اعمل منها حاجة هنبسط بيه. حلوة.
غصب كده، فاهم. دي مم. برضه فلسفة لذيذة، لأن الوقت نفس كده. الصعب بتبقى محتاج الوقت الصعب بس بيجي كله ده على ده على ده على ده. when it rains it pours. صح فبتبقى محتاج ان انت تبقى عارف تستلقط الحاجات الحلوة اللي لسه موجودة في الحياة. صح صح. وبتلاقيها في الحاجات دي لو انت فعلا عندك الحته دي، او عندك او وصلت للحته دي وتعودت اه، عليها. فكرة اللي هو دش سخن، فاهم، اللي هو انت هيغير كل قاعد في حاجه. الدش، قاعد في الدش كده، قاعد مركز كده على على المايه السخنة وهي نازلة عليك، اللي هو ده تطلع كده تحس ان انا انبسطت بالدش ده قوي، يعني اكتر من الدش العادي، فاهم فاهم. ايوه الحاجات الصغيره دي احنا عايشين عشانها، يعني هي بالظبط. فعلا كل حاجه، بس الواحد بينسى في وسط لا طبعا، وهي المعمعه اللي هي انت فيها. بحس ان احنا يعني متبرمجين على ان احنا ننسى for a good reason برضو. انت ما ينفعش تكمل محتاج كده. ان انت تقلق، فاهم، تبقى شايف النيجاتيف في الدنيا عشان تعرف تحله، فاهم. صح. برايمال برضو حاجة نابعة فينا، يعني من تجاربنا بقى كإنسان، يعني عموما صح. عبر السنين، انسان فاهم. بدائي. انا فكره ما بداية. هو انا مثلا دلوقتي، احنا كنا بنتكلم قبل كده عن او ان انت تغيرت من مدينه لمدينه او من بلد لبلد. وانا اول ما جيت هنا، يا خضره يا جماعه، ايه ده؟ في شجر، ايه الحياه الجميله دي؟ في بنش في الشارع ممكن اقعد عليه بتاعي، اي حد ممكن يقعد عليه. اه. رائع، فاهم. طبعا ايوه. بعد السنين اللي هو انا بقيت متعامل ان المدينه دي معموله للعربيات، مفيش بابليك سبيس كفايه. اه، ايه فاهم. القرف ده، اللين بتاع العجل اوه. ده قوي يا جماعة، ما ينفعش اه. كده، طب حد. مش عارف اركب العجله بتاعتي. ايه ده؟ كنت بيبقى اول ما جيت الاتوبيس، يا ايه ده، ممكن اخش على الجوجل مابس اعرف الاتوبيس جاي امتى، جاي الساعه كام، ولو ايه اتاخر الجمال ده، هيقولوا لي كمان، ويجي. ويجي في ميعاده. اه. دلوقتي بيقول لك لو زحمه. دلوقتي انا بالنسبه لي اللي هو الاتوبيسات هنا زي الزفت، ايه ده، بيتاخروا اه، طول اليوم يا جدعان، مش معقول هي الحياه دي دي. بقى النقطة. انت مهما كان الليفل اللي انت عايش فيه، يعني ده اقتناعي ان انت هتنبسط شوية بالابجريد بس هتتعود عليها صح. endlessly. لحد ما تبقى اغنى واحد في العالم، برضه هتبقى فيه تطلع لحاجة اكتر. فحلو تمام، يعني الواحد نفسه دايما يتطور ويبقى معاه فلوس اكتر ويبقى عايش في بيت احلى وبتاع. بس فكرة ان انت، ابويا يعني دايما بيقول، فاهم، موضوع الرضا ده مم. هي كونسبت ديب قوي على ان انت بس تقول الحمد لله. هو مش معناه ان استسلام، هو بس معناه ان هو انا هنبسط دلوقتي قوي، باللي عندي. هعمل اللي جاي كمان وهنبسط بيه برضه، بس اللي هو هبقى دايما دريان كده. صح. الموضوع ده برضه جه عن قرب، يعني اعتقد كان لازم الواحد يعدي بمراحل كهوت يأس وقرف وشكوى وبتاع، وبعدين مثلا تشوف حد جاله مرض، الشر ولا بتاع، علم. اتعلم كده اللي هو طب ما حلو قوي ان انا عندي حياة حلوة، حلو ان انا عندي طموح وهتقدم وهحسن وهطور، بس ادمت الاول كده، حب نفسك كده وحب اللي انت عملته لحد دلوقتي، وبرافو عليك كده، فاهم. بالظبط، ترجع للحته دي كده كل شويه فعلا بتفرق، اصلا طبعا انه احنا بنتكلم كل الكلام ده على اساس اصلا ان انت احتياجاتك الاساسيه كلها موجوده، انت يعني من حقك طبعا تشتكي، من حقك تعمل كل حاجه، بس هي لما الواحد بيفتكر الحاجات، بيفتكر بس حتى بتشوفها في مصر، يعني لما بتشوف في مصر ناس، انت لو ممكن اه. تقدر تعيش الحياة بتاعتهم، هو مش مثلا مش افضل واحد في مصر، يعني فاهم؟ بس مثلا حد مثلا بيشتغل شغلانة معينة، انت شايف، حسيت بيه مثلا اللي هو الحمد لله على اللي انا فيه، هو نفسه بالنسبة له عنده في كونسبت. واحد اقل منه كتير، اكيد طبعا، ايوه طبعا. وممكن يحمد ربنا ان هو على الاقل عندي بيت اقعد فيه، فاهم، وهكذا وهكذا صح. وده هيساعده ان هو يبقى بوزيتيف كفايه انه يعرف يعمل الخطوه اللي بعدها، حتى لو الخطوه دي مثلا صغيره. انه يعرف يكمل، طبعا وده كونسبت مش موجود، يعني موجود طبعا هنا، بس مختلف جدا، يعني الناس حتى كان ليا اصحابي في مصر او صحابي اجانب جم مصر، هو بالنسبه لهم اللي هو ما في سمعوا على الاسعار، حتى هو يعني اكيد مش اسعار بالنسبه له ملهاش معنى، بس هو لما سمع الاسعار كانت بكام وبقت بكام، او فرق العمله، او الانفليشن، هو فكره ان الانفليشن رسمي واصل مش عارف اولموست حاجه 20%، 30. ده بالنسبه لحد في كندا لما الانفليشن وصل 9%، الناس كانت بتصوت، فاهم. هو هارت. بالنسبه له اللي اه. هو هي ناس عايشه، يعني الله يكون في عون الناس فعلا. بس فاتكلمت معاهم في فكره اللي هو إن احنا بنوصل لمرحله كمان بسبب الوضع في مصر، ان انت مضطر تبقى راضي، وده بيديك مضطر تتعود وهتتأقلم وهتغير، يعني ما اليوم. وعلى هتعمل فكره ايه. يعني احنا برضو اهلنا الحمد لله يعني عرفوا ان هم يعيشوا حياه كويسه احسن من ناس كتير، طبعا. ومع ذلك حصل الداون جريد اللي حصل على كله، فاهم، اغنى واحد حصل له الداون جريد.
بتاع التعويم والكلام دهوت، وبتشوف التأثير وبتبقى شوكينج في البداية والناس تتعود وبتكمل. طبعا مش حاجة، مش اللي هو طب ايه المشكلة يعني، مش لا بتهاون طبعا. بالمشكلة خالص. بس بس بحس ان احنا فينا كده اللي هو الفايتنج باور ديت مزروعة فينا كده اهوت. اللي هو اديني اللي عندك يعني، هعرف برضه اعيش وهعرف انبسط والعب مع عيالي واتصرف واجيب اكل، هتصرف فاهم. فيها معافرة كده، ما فيهاش استسلام كده. اتمنى، يعني اتمنى ذلك ان احنا في مرحله مختلفه جدا من الحياه. انا مش عارف ان احنا هنفضل عندنا الحته دي ولا لا، بس اتمنى يعني. بس كنت قبل ما انسى كنت عايز اسالك على قول لي. المطعم بتاعك بقى، عشان احنا عمالين نتكلم عن الحاجات دي، بس احنا ما قلناش ان انت عندك مطعم كشري. آه which is حاجه انترستنج جدا بالنسبه لي ان اعرف الدنيا عندك عامله ازاي بالنسبه للموضوع ده، لانه طبعا اي حد مصري يحس ان هو سافر بره وعايز يفتح حاجه، اه. اعمل كشري او عربيه فول، كشري او عربيه فول، وانت عملت واحده وما منهم اهو. شفتش ولا واحدة وما يعني، انا يكملوش. مش موجودين فاهم. اه، او بيختفوا بسرعه جدا يعني، او بيكملوا احيانا واحيانا لا. آم، بس انت بالنسبه لك بقى التجربه كانت عامله ازاي؟ جوريلاز بالمناسبة بتوصل طلبات، الجوريلاز دي بتعمل جروسري ديليفري يعني، ايه دي؟ بيوصلوا زي كانت اسمها جوريلاز، شركة قفلت دلوقتي بس كانت اه. ستارت اب اسمها جوريلاز. زي رابت في مصر وزي اه. بريد فاست. شركة ناجحة قوي من ناحية الفاندنج والريزنج وبتاع. وكانت بتكبر جدا، رحنا امريكا وانجلترا والمانيا وبلاد كتير فتحنا يعني وبتاع، مهم يعني. بس الخبره اللي خدتها منها خبره الستارت اب، وخبره اللي هو شركه كبيره وازاي تفتح حاجه، ازاي افتح بلد فاهم، ازاي مم. اروح افتح حاجه مفيش حد جه قبلي عمل حاجه قبلها، وانا بس باخد شغلته فاهم واكملها. فدي فوقتني كده هوت من الايام الكوربريت اللي كنت بشتغل في شركات عتيقه قديمه. فحسستني كده اللي هو طب ما الموضوع هو صعب، بس الموضوع فيه روح حلوة جدا، كل الناس اكسايتد وكل الناس بتبني حاجة جديدة. فمن ساعتها حسيت اللي هو الستيب اللي بعدها انا عايز اعمل حاجة لوحدي مم. او مستقلة يعني، بيزنس مستقل وغالبا في الاكل. وابتديت امخمخ كده هوت مع نفسي وسبت جوريلاز وبقيت بعمل فطير. انا بحب الفطير، بيرو. سواء مشلتت او فطير سجق وميكس جبن ومحشي لا ومش عارف بس ايه. بس. اه يا اسطى والله، ايام الفطير دي. ورحت اصلا مصر، كنت قاعد عند اهلي في العبور، وبعد كده رحت الحي ده اللي هو الحته اللي فيها بقى المحلات والفرارجي اوكي. ومش عارف ايه. رحت جبت الراجل بتاع الفطير قلت له تيجي لي البيت تعلمني ازاي اعمل فطير، انا عايز افتح في المانيا مش هنافسك ولا أي حاجه. قال لي يلا يلا يا اسطى وبتاع. جالي نايس. الساعه 5 الصبح، او خلص شيفته جالي 5 الصبح. اوف. قعدنا فوق في المطبخ انا وهو. عندكم فرن وكده؟ عندي فرن عادي غاز، فرن بيت يعني. فرن بيت اه. تحت تحت في البردروم وفي الجراج في فرن بلدي صغنن كدهوت مم. بنار، بس ما كانش موجود ساعتها. والراجل جالي وطلعنا فوق وقعدنا نعمل فطير لمدة 8 ساعات ويعلمني وبتاع، وعلمني كل حاجة وصورت ورضيته وبتاع وتمام. وقعدت بقى اخدها ايه براكتس ان انا اعمل بقى فطير طول الوقت، طول الوقت في مصر هنا فاهم، طول الوقت عمال فطير. انا قلت طب ما اجرب اعمل بيج على انستجرام واحط الفطير عليها واشوف يعني. شوف مين هيعوزه بتاع. قلت يعني اللي هو ابتدي حاجه وكبرت كبرت ما كبرتش هتبقى اسمي بعمل اكل فاهم يعني، سي في اونلاين فاهم. فابتديت اعمل وبتاع، واصحابي بتاع وير كان وي هاف ات وير كان وي اوردر وبتاع، نجيبها منين؟ فقلت اوردر يعني، افتح اوردر. هجيب لك يا عم. عايز اوردر اعمل دي ام، الكلام ده كان في برلين. اللي عايز فطير يبعت لي، وعملت منيو كده اهوت، فطير كذا 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 حمص مش عارف ايه، منيو صغيره كده. والناس بقت تطلب وتيجي تاخد من عندي في البيت، محطها في علب بيتزا كده اهوت واكتب عليها نايس. باسمي وبتاع وثانك يو مش عارف ايه فبعت مثلا 200 فطيره ولا حاجه في الشهر اللي قعدت اجرب فيه الموضوع دوت، كنت مبسوط جدا. نايس. وبعتها بسعر اللي هو ده سعر ممكن ابيعه ابيعها في المطعم فاهم، مش سعر مش ب 2 جنيه يعني. امم. كتجربة، والناس اشترت وجت تاني والناس عجبت، واللي قال لي طب ممكن تعمل لي مثلا عندي عزومة ممكن تعمل لي كذا فطيرة. كبيرة كبيرة وبتاع. وحاول. فلقيت في بص الاكل endless demand، انت صح. الناس دايما عايز تاكل.
فقلت لا، لازم ما بديهاش يعني، يلا بينا. ففي مرة بالصدفة بزور صاحبتي اللي هي مراتي دلوقتي في انجلترا، وقاعد بفكر في الاكل وبكتب بتاع، وبفكر في فكره ان انا عايز اعمل مطعم فطير في برلين، فاهم؟ بدور بقى على بارتنرز، وبدور على حد يساعدني وحد اتعلم منه وبتاع. واكتشفت ان انا كنت ايام جوريلاز، الشركه اللي بشتغل فيها دي، اعرف واحده واحده بنت في التيم عندي، قالت لي نفسك تعمل مطعم بتاع، نتكلم على الغدا يعني. فبقول لها عايز اعمل مطعم بتاع. قالت لي انا اعرف ناس في انجلترا عندهم مطعم مصري اسمه كشري ستريت. قلت لها انا عارفه، ده بتاع كشري في ليستر سكوير في سنترال لندن، معروف يعني. بس هو محل واحد. قالت لي ومحل صغنن، حدك اهوت. صاحبتي ابوها هو واحد من الشركاء. اوكي. هبعت لك الرقم كلمته. فايه عندي الرقم، قاعد في التليفون بقاله سنه، فانا في لندن بقول لك بزور صاحبتي وبتاع. قلت ما اكلم الراجل، جرب. يمكن يفيدني بخبره تساعدني في الفطير. ما فكرش خالص ان انا اجي اصلا انجلترا. امم. وساعتها اصلا الكلام كان ان هي اللي هتيجي برلين، اوكي. هي اللي هتنقل برلين وهكذا. فبس كلمته، نزلنا رحنا كلنا في المطعم كشري تيك اواي. انا عارفه لان كلت هناك قبل كده، إن كنت بشتغل في شركة قبلها. الباص بتاعي في لندن قال لي في مطعم حلو قوي بيعمل كشري بتاع، لما تيجي المرة يلا. الجاية تيم ميتنج نجربه. فجربته بتاعه وقعدنا نتكلم، لقيته راجل فظيع يعني، راجل تحفة، فاهم؟ راجل لذيذ، وراجل تحسه زي ابو اخويا الكبير ابويا. we got along very nicely. راجل مصري واهتمامه بالeducation، هو كل تاريخه فاهم في الeducation والeducation technology، وبيعمل ستارت اب له علاقة بالeducation technology وكريتيكال ثينكينج وبتاع، ملوش اي علاقة بالاكل. وابتدى الموضوع ده كمشروع حبي يعني، مع مم. اتنين اصحاب. واوفر ذا ييرز ناس دخلت، والمطعم كبر وصغر واتغير، وكوفيد ومش عارف ايه، وحصل مر يعني بمراحل مختلفة. وكان بيقول لي بصراحة يعني، أنا بعد ما قابلتك وقعد يديني أدفايس وبتاع، قال لي أنا شايف إن إحنا ممكن نعمل حاجة سوا. قلت له يعني أنا استغربت الصراحة إنها من أول مرة، فاهم؟ أنا لسه مقابل الراجل، بس اطمنت له جدا يعني. قعدنا 3 ساعات نتكلم، فاهم؟ هو عايش هنا وعنده ولاد وبتاع، ولادي في سني يعني بالمناسبة. والمهم يعني الموضوع وصل ان هو قال لي احنا محتاجين حد يجي بارتنر ويخش يمسك الدنيا وياخد الموضوع فعلا بجد من مطعم، ويشوف ايه اللي محتاجين نغيره نطوره ونظبطه، ان احنا نبقى حاجة حقيقية تكبر تكسباند، نبتدي نعمل فرانشايزز. شاركناه ونعمل الموضوع ده هو سوا و... ودخل فيه الفطير بعدين، ويعني فاهم، ياخد شكل من الكشري، يمتد بقى، ياخد شكل آخر، ياخد مطاعم مختلفة تحت أسامي مختلفة تعمل أكل مصري. بس الهدف تطوير الأكل المصري في الغربة، مم. وتعريفه وتقديمه وسيلبريتنج ات، فاهم؟ ويبقى مرتبط بحاجات بيعملوها، ومرتبط بمشاريب بيشربوها وهكذا، بحيث انه يبقى في يوم من الايام زي الاكل الايطالي والهندي والبرجر وكل الكلام دوت معروف. وقلنا نبتدي بالكشري، فاسمه كشري ستريت. والكشري عندنا الكلاسيك اللي هو الطبيعي بتاعنا، بشطته بدقته بتاع. وخدت بقى الكونسبت دوت وطورت منه وعملت منه فول منيو، مم. مبنية على أساس الكشري، اللي هو سواء كان الرز والعدس والمكرونة والشعرية عليها الطماطم. وواحد تاني قمت عامل زي كده، بس بدل الطماطم حطيت على الملوخية، مم. وجنب ملوخية. الملوخية بالطشة وكل حاجة. وواحد عليه كباب حلة، وواحد شاورما، وواحد شاورما لحمة واو. وعملت فيجن يعني، المنيو نصها فيجن نصها بروتين. نايس. فيجن بقى في حاجات زي بطاطا حر على الكشري، صوصات مختلفة وهكذا. اوف. لأن الناس هنا بتاخد الموضوع نو بول، فاهم؟ ومش مرتبطين قوي بكونسبت ان الكشري ده لازم يبقى بس الكشري الاصلي. واحنا صح. اصلا ثقافه، في ثقافه الاكل عندنا عموما يعني، احنا من الثقافات المنفتحه جدا على تطوير او تغيير الاكل بتاعنا، من الكنافه اللي بالنوتيلا للبشاميل كمانجا. اللي دخل اه. على الاكل المصري، فاهم؟ غيره البشاميل ده كله. صح. من تطويرات وتغييرات اصبحت بتاعتنا، فاهم؟ مم.
فقلت ليه ما نعملش كده وبستعين باكلات تانية مصريه عليها. كباب الحله دي ما هي كانت طبخه تانية مصريه، الملوخيه، فاهم؟ ملوخية اه. وانت لما الناس لما بتدي نفسها الفرصه انها تجربها بدون بايس، بدون راي مبني اوريدي، بتلاقي ان لا، طعم حلو. ما هو ليه لا؟ ما هو رز وعدس عليه ملوخيه، ايه الغريب يعني؟ هو اه اوريدي اصلا كان رز زودنا فيها وعدس وحمص وحاجة. اوريدي عادي. فيه كونسبت مختلف. اه صوص وسخنه وبتاع وعايزها مشطشطه، نزود شطه ومش عارف. صح. فالانجليز اندمجوا جدا. الانجليز عامه بصفه عامه بيجربوا كل حاجه، امم. عكس الالمان. ممكن يجربوا بس لازم يبقى السعر كويس قوي، ولازم. الانجليز يلا بينا نجرب، بيدوس في اي حاجه، فاهم؟ امم. نمبر 1 بريتش ميل اوفيشالي التشيكن تيكا مسالا. امم. واحد هندي، واحد من اصل هندي اللي اخترعها في اسكتلندا، بقت اكله الناشونال الاكله ديش بتاعت. الشعبيه. اه هي والفيش اند شيبس يعني، فاهم؟ امم. فعشان كده بقول لك في الاول الانجليز ما عندهمش حته اللي هو الدفاع عن ثقافتهم ديت بشكل انها لازم ارغمك تعملها. لا، امم. هو انا انجليزي وهم طقوس، فاهم؟ وحاجات لا يمكن يتخلوا عنها، لكن عادي هجرب حاجتك وانت جرب حاجتي والدنيا تمام يعني. ففي الماركت لقيته هنا حلو، فقلنا ليه ما نشاركش بعض ونكمل. وغيرنا يعني المسار تماما. يعني انا خدت المطعم، فاهم؟ حققنا حاجات رائعة مع بعض يعني في المطعم دهوت، من مكاسب للتطويرات، لتغيير المنيو، لعدد الناس الجديدة، لعدد الناس اللي بقت تيجي تاني. بالريزلتس دهيت فتحنا مطعم جديد، امم. كشري ستريت تاني بس اكبر بقى، فيه قعده. فرع تاني يعني ولا هو نفس فرع الفرع تاني، الفرع الاولاني؟ الاولاني ده كان صغير والفرع التاني بقى كبير، في منطقه محشوده ايوه ايه. بالناس اللي بتشتغل. فاهم؟ طول الوقت في امم. ناس نازله تاخد لانش ودينر وبتاع، وناس كلها اجانب بالنسبه امم. لنا يعني. ايوه. فبيتعرفوا على الاكل المصري لاول مره، ودي بتديني كميه ساتسفاكشن مش قادر اقول لك عليها، بغض النظر بقى عن الريزلتس، الفاينانشال ريزلتس يعني يا. طبعا بتاع الشركه. ان انت بتعمل حاجه انت بتحبها وشغلك فبتكسب منها، و on a daily basis rewarding. يعني ده ايه صح. الجمال ده؟ كبر الكالتشر. هطلب ايه اكتر من من كده، فاهم؟ صح. ودي حاجة نادرة يعني. هو فعلا تحس الإحساس، أو يمكن بتتغير دلوقتي، بس تحس اللي هو الأكل أو الناس بتفكر في الأكل المصري بره. أولا أول حاجة تفكر فيها المصريين، هو المصري اللي عايز يجي ياكل كشري. بس هو قد إيه صعب كمان إن أنت بتبتدي تفكر بتفكيرهم هم، وإزاي تخلي الحاجة مناسبة أو مش مناسبة، بس بتخليها بتنفع مع كله، مش بس معمولة للمصريين. مش لازم تبقى بالبايظ بتاع اللي هو لازم الكشري يتعمل بالنقطة دي. بالظبط. هو انا بالنسبه لي الفكره انه مش لازم زيرو وان، مش اه. لازم ابقى في حاجات كتير في افرنجي النص. افرنجي قوي واقول ان هو مصري، ولا في اي حاجه مصري ولا نيله، ولازم ابقى مصري بس وكاتب بالعربي، وهو مفيش غير الكشري والمهلبيه ماشي تمام. لو انت عايز تلم الناس اللي هم المصريين اللي حنينهم للوطن وهكذا، عايزين ياكلوا اكل عندك زي اللي بياكلوه في ده مصر، بالظبط اه. نفس ليفل الحرقان. يعني مثلا فكرة السبايس ليفل دي، احنا بالمقارنة للمكسيكيين وهم بالمقارنة ولا حاجه. للاثيوبيين والانجليز. فلازم اتأقلم، فاهم؟ وفي نفس الوقت مدي البراح لان الناس المصريين والعرب اللي بيجوا، اللي دايما يطلبوا كلاسيك. يعني ما عنديش حد مصري بيجي الا لما بيطلب الكلاسيك اللي هو الاصلي، مش اهي. عايز بقى الحبشتكنات. في ناس بتجرب بس بياخد الكلاسيك زي ما هو هياخده بالظبط في مصر. الفرق الوحيد اللي عندنا الماجيك ديفرنس يعني ان انا شايل من الريسيبي بتاعتنا السباجيتي اللي زودناها زيادة في التسعينات، مم. ومزود اكتر العدس من حكم يعني ان العدس بروتين وهكذا، يبالانس بس الوجبه، لان بحاول اخليه ان هو حاجه هيلثي، صح. يديك طاقه ومش هتنام بقى على روحك، فاهم؟ فالدقه بتاعتي الكميه اللي انا بحطها على الطبق محكومه، فاهم؟ عشان يبقى مم. لها طعم بس مش هتلكمك مش كل حاجه. تعمي الناس اللي معاك في في الاوفيس، فاهم؟ انت هتاكل، دي أيوة. سمعه. عامة هو كان الفكرة بتاعت البايس دي يعني أنا فاكر أول ما جيت مثلا بسنة أو اتنين، كان في واحد صاحبتي شاف الكتاب عن شيف مصري كندي، وكان عامل كتاب عن أكلات مصرية، امم وجابته لي. وأنا بصيت فيه، هي أكلات مصرية، بس هو عامل بقى التطوير بتاعها اللي هو شايفه كشيف.
انا كان اه، بالنسبه لي اللي هو ايه ده، ايه ولا العك حاجه ده؟ من الحاجات دي اكلها طبعا ولا هجرب. اه. يعني اه، بتقول لي ليه وجرب وبتاع، لا عشان ده مش ده الاكل، مش مصري ده. مش مصري يعني. اه. طبعا كنت ساعتها لسه في مرحله ان انا بتعلم الطبيخ، ولما وصلت بعديها شويه اللي هو وتأقلمت هنا وقعدت هنا كتير وجربت كل انواع الاكل. دي برضو حاجه انا بقى بحس ان احنا في مصر مش عندنا، او هي عندنا بس بشكل مختلف تماما، اللي هو اكل هندي ومكسيكي والتركي ومش عارف ايه في بلاد الهجره دي، اللي هو الناس بتيجي زي ما تقول بيعملوا اكلهم. فاحنا بنجرب كل ده. انا بقول لاصحابي في مصر برضه بيقولوا لي، طب ما في واحد في التجمع بيعمل اكل تركي. مش فكره اللي هو واحد بيعمل اكل تركي، انا بتكلم عن فكره ان هنا الاكل هو فعلا جزء من الثقافه، اللي هو انت تجرب كل الاكلات لان انت اصلا بلد مهاجرين. ما فيش. وبلد ما عندكش مختلفة عن انجلترا في حتة ان ايطاليا متمسكين امم. وعندهم الكوزين بتاعهم عزيز قوي عليهم ان هم يفكروا ياكلوا حاجة غيره. فما فيش مطاعم كتيرة من بره، ما بيدوش الناس فرصة. الانجليز مطبخهم يعني على قد حرام. بسيط قوي. فقال لك من بدري من بابه كده، هو يا اسطى افتح لي مش قد الباب الكلام ده. شميت الريحة والله من جنبي. ايه الجمال ده يعني؟ احنا مش قد الكلام ده. اه، ادينا حتة كده مندوب. فدي الثقافة دي بحبها. الناس تيجي وكنديين تجرب كده. ملوخية السلايم. أنا ببص لها لو بصيت لها كأجنبي، يا نهار أسود، غريبه إيه جدا. القرف اللي هم بياكلوه ده؟ سلايمي جدا. إيه ده؟ مقززة جدا. بس لو اديت لنفسك الفرصة تجربها بغض النظر عن التكستشر، لا، إيه الحلاوة دي؟ إيه ده؟ إيه صح. ده؟ صح. دي مزة. دي مزة الأكل يعني. ريخة. وبعدين الكنديين كده برضو. الكنديين هو برضو بلد جديدة، بلد بقى لها فاهم اه، حاجة سنة. فهو ما بالظبط. عندوش الكوزين بتاعه أصلا، أو في كوزين بس حاجات مش الحاجات يعني فاهم. هو بيتعامل ان هو لا، انا الكوزين بتاعي لا، او جزء منه يعني ثقافه الاكل، انا باكل في من كل بلاد العالم هنا عندي، لان كل بلاد العالم مم. فعلا جم هنا. فهو بيتعامل بنفس الفكره. فاحنا بتكسر البايس ده، بتحس ان هو طب ما ايه المشكله ما احط ملوخيه على الكشري واجربه، ولو ما عجبنيش دي حاجه مش هاكلها، ولو عجبني هجرب حاجه بالظبط. تانية، واجرب حاجه تالتة، واجرب حاجه رابعه. اه. عكس التمسك اللي احنا بنبقى عاملين فيه. وهو دي فكره برضو انه زي ما انت تقول ان احنا نتواكب مع الحتت اللي احنا فيها. في شباب هنا مم. عاملين بس في مونتريال مم. عاملين حاجه اسمها زمالك، تسمع عنها؟ ايوه، المشروب. اه ده كركديه. تحفة. رائع. براندنج لكل رهيب. المصريين اللي هو انا براندنج. كنت بعمل دي. انا نفسي يصدروا لي البتاع، احطه عندي في المحل عامه. رهيب. شاوت اوت يعني لو تعرفه. انا ما اعرفهمش آه، شخصيا، بس عايز اتعرف اسمعوا عليهم. البودكاست في يوم من الايام يعني، في يوم من مسيرهم يعني. الايام هجيبهم عندي على آه، البودكاست في يوم من الايام فاهم. هو بس شباب شاطره جدا وعاملينه بشكل يناسب كندا، يعني هو ناس بس فاشنبل. هو عمل فاشنبل لك انت جدا. بتحب الشكل ترندي، يلا بينا. اه. المهم، الهدف الاساسي تدوق البتاع، مش بس. هدفي ان انت صح. تدوق بالطريقه بتاعتي، تدوق صح. الاكل باي شكل. اجرك فاهم. الاسرائيليين بيعملوا كده، هم فعلا مم. اذكى ناس في الاكل العربي. وده حاجه تؤلمني يعني، بس انا عاشرتهم واعرف ناس منهم عندهم مطاعم. مم. واوفيشلي يعني كنت اعرف واحد اسرائيلي دلوقتي مبقاش صاحبي قوي بسبب القرارات بتاعته، يعني مش عشان هو اسرائيلي انا قلت لا، بس بسبب اني شفت الوجه الاخر فاهم، مم. الحقيقي. الولاد ده كان بيقول لي يا ابني احنا سارقين الاكل ده كله منكم اصلا، ده انا امي بولنديه. بولندا ايه اللي تعرف الحمص والعيش والحاجات والبيتا. بس احنا اللي عملناه ان احنا عارفين دماغ البيض بيشتغلوا ازاي، وانتوا تو ليزي. قلت مش له ليه؟ عايز اعمل، مش عايز انتوا اغير. تعملوا بتاعكم للناس بتاعتكم، احنا في كام واحد اسرائيلي في الدنيا؟ انا هعمل اكل للبولندي بيعمل والانجليزي العالم وهعرف كله. اطبقه بالطريقه بتاعته. و... وانا عندي الكحول بتاعي وهعمل له مش عارف ايه، وهعمل له بيرث داي بارتي، ويحس ايه الجمال وكالتشر اكسبيرينس هو قول له بيشرح. اصل الحاجه وجايه منين وقال يعني ومش قال ده يعني. بالظبط، تدي لحد قصه وتدي له اكسبيرينس مختلفه تماما عن انك تدي له اكل. اكل صح. 1 out of 5 factors فاهم. صح. صح جدا صح. فبالذات في المطاعم وبالذات في البلاد الغنيه، لان مم. هم مش سبسيستنس. لا، انا عايز اروح انبسط، انا نازل ادفع فلوس عشان اتعشى واتغدى عشان انبسط، مش عشان بالظبط. املى فاهم. ايوه الشلامله دي مهمه جدا والله العظيم، ان اه. في المالي ده وصل لمرحله اه، رهيبه. هدفك ايه النهارده؟ داخل اه. تملى، تعالى حجوج فاهم، ايوه داخل. بالظبط. طب وايه رايك في تطور الاكل في مصر حاليا؟ هل في حال حاسس بالتطور ولو في تطور، التطور كويس ولا وحش؟
هو اتطور طبعا بشكل مش طبيعي بشكل يعني. غريب، اه. انت هتكون يعني يمكن اكبر منك بشوية، بس انت هتكون عاشرت نفس فترة اللي هو هم خمسة ستة سبعة اوبشنز ديليفري كوك دور. مثلا مؤمن. حتى سيبك من الحاجات الأجنبية، يعني عندك كوك دور وسمايليز ومؤمن، دول سندوتشات. و- بون ابيتي فاهم، ده كان من هنا. صح. وعندك بقى فلفلة وتكة ابو شقرة مش عارف مين. هم كام اسم صح. هاوس هولد نيمز بتعمل نفس الحاجة. فاهم، مفيش تجديد كبير. طول عمرنا بناكل نفس دول. مم. دلوقتي كل يوم في مطعم جديد بيفتح بيعمل كونسيبت جديد، سواء لوكال او لا. في من اللي بيعمل برجر 7 شليون مم. فاهم، فرايد وكلهم تشيكن. جامدين. وفرايد تشيكن وفطير. فطير اللي هو وفطير. بتاعنا كان صح. جاد، بس كانت بتروح مم. تجاد تجيب فطير هتروح فين؟ وتبستي فاهم. وائل. عارف وائل بتاع ميدان سفير؟ وائل طبعا، وائل كينج. كان هي دي وائل كده، كان هما دول مترتبين كده. ايوه. بتاع وائل اه. خطير. ف... من ناحية العدد والجروث جميل جدا، وبنبتكر ونجرب حاجات جديدة، وفي نفس الوقت مش بس ستريت فود، بتتكلم برضو على حاجات اب ماركت، وحاجات فيها تكنيك، وحاجات فيها بليتنج وجمال، شكل جمالي. ف I'm happy I'm excited انه في ناس بتفكر، وطبعا ده بسبب ان في ناس بتروح بره. في حاجة اسمها يوتيوب. انت متخيل يعني يوتيوب جاب لنا بيوريك كمية العالم. اه بيوريك. يعني كل الناس بتطبخ ازاي على يوتيوب بأحسن طرق. you don't صح. need to go. مش محتاج تطلع بره، فتيجي تجرب. من الناحية دي مبسوط. بس لسه يعني عندي أمل أكتر في إن الناس تحاول تعمل أكل مصري حتى جوه مصر والوطن العربي بالذات، في حتة مثلا كده أكل مصري بطريقة مودرن زي ما احنا بنعمله فاهم. صح. ومودرن بس متمسك بأصله برضه، اللي هو ما نساش هو جاي منين، علشان يلائم الانفايرمنت الجديد، عشان يلائم الجنزي، عشان فاهم يبقى. ومش شرط كله يبقى دبل سماش اكسترا تشيز كل حاجة هتموتني. ممكن نعمل أكل سستينبل شوية للحياة كده فاهم، يبقى له هدف لطيف. صح. ده وبرضه ناكل كفتة وطرب وريش وكله كل يعني. حاجه، كله أنا موجود. مم. انا كان في واحده آه، صاحبتي كانت معايا في مصر وهي كنديه، فكان هي كونسبت بازوكا تشيكن ده كان بالنسبه لها اللي هو ايه ده؟ جايبين الفراخ اللي المفروض تاكلها وماسكه بازوكا. فاهم؟ سايكاديليك جدا اللي هو يعني جاس ده كان اللي الناس في اسيد بتحبه. تريب في الحوار حصل. خلق الكونسيبت الله انا اعلم. نفسي ما اعرفش ليه الكونسبت موجود، بس هو في كده، في وفي كل حته كل حته كل حته كل حته. اه هو منتشر. بقى يعني صعب ان انت تعرف تنقي يعني. بس هو في حد ذاته دلالة على تعددية اهتمامات. الاوفرنج، يا. المحتوى اللي موجود في الاكل. حلو. يا هلا يا هلا. والفود انفلونسرز والطباخين في مصر اللي دخلوا على انستجرام وبقوا عالميين مم. فاهم. مم. ده في طباخين في مصر، افاك كريم مثلا. يعني شاطر اوت افاك كريم، هو الراجل اسمه كريم. درس فاهم، تعلم في مطاعم فرنساوي. مم. طلع دينه يعني في الجيرني. القصه دي. وجا مصر وبيعمل اكل على مستوى عالي قوي، كيترينج فاهم، لناس اجانب لسفارات. فلا احنا بنحط البرنت بتاعتنا ان احنا نعرف نعمل ستريت فود وكبده وسجق، ونعرف نعمل طواجن واكل بيتي، ونعرف نعمل مم. فاست فود بتاعكم بشكل كويس. وبيتزا، وبنعرف نعمل ميشلان ستار ليفل اكل يعني. صح. ده صح. حاجه رائعه. مم. يعني نطور بقى، نخش بقى كمان بنفس الاسلوب كده على الهندسه وكم حاجه كمان نبقى 100 100. كسر الدنيا. بس في اتليست في الاكل لا، فيري هابي، وحاسس انه في ناس، اعرف ناس مصريين صحابي راحوا دفعوا فلوس وراحوا اتعلموا في انجلترا في كالنري سكول. راحوا مم. اتعلموا في مدارس طبيخ على ايدي شيفs وبتاع. ودلوقتي رجعوا بيشتغلوا فور سيزونز وبتاع. يعني من الحاجات مثلا اللي كنت عايز اقولها لك في البدايه، فور سيزونز كمؤسسه عالميه يعني، في الهوسبيتاليتي بتاعتهم عندهم حاجه كده كونسبت اللي هو ايا كان الفور سيزونز لازم تحس بنفس الاحساس اللي بتحس في اي فور سيزونز في الدنيا، مع فرق ان هو سنه لوكلايزد. فبيحاول يلوكلايز الاكسبيرينس سنه في الديكور في الاكل في مم. المش عارف. فبيطلب من الشيفs بتوعه اللي بيعينهم من البلد نفسها او الاجانب ان هم ينزلوا في البلد رحلات مطولة، أسبوعين 3 أسابيع، يزوروا مدن صغيرة جدا في مصر فاهم، لهدف دراسات ريسيرش فقط. بتعمل ريسيرش الناس دي بتاكل ايه، بتاكل بأنه طريقة، بشوكة وسكينة ولا بالإيد،
بيحطوا السندوتش ازاي، هل في بطاطس الاول وبعد كده طحينه وبعد كده شاورما ولا لا، عارف. نايس. لحد لما وبعدين يرجعوا يقولوا لهم دلوقتي استخدم بقى اللي انت طلعت بيه النولج ده، دي. وابتكر حاجه ملمه بالكلام ده، او حاجه جديده لسه ما دخلتش المطبخ المصري بس تعتبر مطبخ مصري، انوفيت، فاهم. فاهم. فنفسي نعمل احنا كمان مدارس من الاهتمام الثقافه ده. كده، مش بس الفور سيزونز يعني. برافو فاهم. عليهم، وهم على فكره بالمناسبه اللي خلقوا الجمبري كنافه، كنافه بالجمبري دي. ايه كنافه جمبري That's ده؟ انا عمري ما it. سمعت عنها. ماشي، دي حاجه جديده لازم تجربها. كنافه جمبري، جمبري. جمبري متقشر، مخلي، داخل جوه الكنافه. ومحطوط عليه اوف. الكنافه. واو. اوكي. فحوار هم اللي خلقوا الموضوع دوت، ومشي ومعروف دلوقتي بقى في القاهره وبتاع. لان الديتيلز دي هي اللي بتفرق. كل حاجه اكل بره اكل، هي اللي بتفرق ان انا ابقى مبسوط بحاجه ولا مش مبسوط بحاجه. بالظبط. واظن بالظبط. مطاعم كتير في مصر ما عندناش طبعا في حته، لو في حاجات كتير بتفتح وبتقفل يعني. انا باخد بالي طبعا كل مره بنزل طبعا. انه اللي كان هنا ما بقاش هنا خلاص، وفتح حاجه بس دي زيه سنة، بالظبط. سنة الحياة في المطاعم. المطاعم يعني. امم. آه. ده العادي بقى. وكلما بتشوف مطاعم جديدة زيادة ومطاعم بتقفل مكانها وتغير وكده، ده يعني في رأيي ده معناته ان هو الماركت هيلثي من في ناحيه ليه؟ لانه لو انت كمطعم دخلت ورحت خدت مكان وأجرت وبتقدم أكل عادي، مم. أو ما فيهوش استمتاع حقيقي مثلا، أو عادي يعني لما تروح مطعم اللي هو أكل كان كويس، والمطعم ده يفضل ما قادر يكمل، فاهم، من غير ما يضطر إن هو يغير من نفسه ويطور، ده معناه إن الماركت أنهيلثي، في حاجة غلط. الماركت مش مهتم اصلا. طب ما في ناس تانية قاعدة على الدكة مستنيين يفتحوا مطاعم وهيعملوا شغل أحسن بكتير، فليه ما ندولهمش الفرصة، فاهم. فلما الماركت يدي الفرصة ده هي، بإن الزبون يجي يعجبه الأكل، يدي ريفيو، يجي تاني ما عجبوش الأكل هيتكلم معاهم، ما يجيش تاني، فالمطعم ده يبتدي فهمتك. يفكر يقول لك لا، ما طب ما ليه أسأل العميل، أسأله فنطور صح. فنعدل، فاهم، فنرتقي. فكل ما هي سنه في الحياه. فكل ما في مطعم بيقفل ويفتح، مطعم ويقفل ويفتح، طبعا بتبقى مش حاجة حلوة ان الشخص اللي صرف فلوس ووقت اه. ومجهود قفل. بس on a macro level it's a healthy market، واخد صح. بالك. صح. وعلى الكل، هو على الكل يعني، هو مم. very democratic بالذات هنا. الموضوع ما فيهوش وسايط وما فيهوش، في علاقات لو عرفت شيفات جامدين، لو عرفت ناس حققت قبل كده حياة حلوة تقدر تتعلم منهم، بس that's the extent يعني. غير كده العميل مش هيعاملك احسن او هيقيمك احسن علشان خاطر سواد عيونك ولا بياض وشك ولا اي حاجه، فاهم. هو مش هيرحم طبعا اكل لو لقى. النهارده حلو وسعره حلو وانا حاسس كويس، يبقى انت كسبت معايا، صح. فاهم. البيسكس. ميك سنس. الاندستري ما فيهاش كذب كتير يعني. اه. اصل هتعمل ايه بقى؟ ما هتكذب لغايه امتى؟ بالظبط. وبعدين بتبان انت نفسك، هتقول لي كنا جربنا مطعم جديد لسه فاتح كان حلو قوي، جربت تاني بعد 6 شهور، نزل. ده اي كلام، خنصروا في السعر، قال لك نرخص هنا، نقلل الكميه، هيقفل. صح. فهمت. او هيتعلم وهيعدل، فاهم، وهيلاقي طريق. فدي حاجه ريفريشنج برضه، ان انت تصحى كل يوم الصبح اللي هو مش معنى ان انا امبارح عملت كويس فانا ابسو فاكتو النهارده هعمل كويس، في ريسك، وبالتالي لازم دايما ابقى شغال. اون، شغال. صح. ميكس a lot of sense. عايز اسالك حاجه اخيره، اخر سؤال. قول لي جميل. هل في يوم، او هل نفسك في يوم من الايام ترجع تقعد في مصر حبه؟ السؤال تجرب بس. السؤال السؤال الوجودي. طبعا السؤال اللي مفيش مصري ساب مصر الا لما افكر فيه كل يوم ده. ايوه احنا مختلفين كده في الحته دي، لازم كده اللي هو طب هرجع في يوم من الايام فاهم، وافتح فرن بقى ولا افتح سوبر ماركت واقعد كده ولا لا؟ اقعد على الكيسه. شويه حتى، ولا ما جاش في بالك اصلا الفكره؟ لا طبعا جت في بالي جامد يعني، اولموست تكاد ما تفارقش دماغي السؤال، اجابته ما اتغيرتش الفتره، الا وهي حاليا لا. لعده اسباب يعني ممكن اخش فيها، بس الفكره كلها ان انا لما مشيت من مصر كنت ماشي نبعا من حماس، مش نيد يعني. ما كنتش الحقيقه حياتي في مصر وحشه خالص، الدنيا حلوه وعندي صحاب وعيلتي وابويا وامي والدنيا حلوه قوي، وعندي ناس يعني فاهم تقدر بذهب.
ولكن كان عندي حب استطلاع وكيوريوزيتي مش هتخليني قاعد تمام الا لما اروح اجربها. ويا تيجي يا تخيب يا تصيب، واجرب واشوف بتاع. بالذات انا كنت زي ما بقول لك مشيت قبل كده، يعني رحت بره قبل حلو. كده وبتاع ف من ساعتها وانا الاجابه لا. وقت الثوره كنت عايز ارجع اشارك، فاهم، في الحماس دهوت اللي كان عندنا للتغيير والامل. ولكن لو كنت حقاني مع نفسي لا، ما كنتش عايز ارجع بشكل دائم. انا كنت مهم. برضو مغرم بالويست، مغرم بالغرب واللي هم بيقدموه يعني. ولا بالع البلاية تماما، فاهم، البلاية الغربية واكلها وشاربها. وحتى لما ابتديت اشوفها حسيت انه السيتويشن بتاعي كمغترب علمني كتير قوي كنتش عارف اتعلمه وانا قاعد في مصر. صح. ابقى كده وامي بتعمل لي اكل. فهل ده هيقف لما ارجع؟ غالبا، فاهم، هيبقى هرجع كومفورت زون. بس في حاجات بقى هكون كتير انا نسيتها، اتغيرت. طرق تعامل، طرق مش عارف ايه، مم. هعوز فيها شوية. بس ممكن يعني مثلا برضو الله اعلم الدنيا هتبقى عاملة ازاي. انت يعني مصر لما سبتها مختلفة تماما من حلوها تمام. لوحشة. مهم. يعني اغلبها بقت اوحش الحقيقة يعني، او اصعب في طبعا. الحياة، وديفايدد اكتر وبابلز مستقلة اكتر، فاهم. وانا شكل مرعب. عارف انا لو رجعت مصر هعيش في مستوى اجتماعي معين، هلاقي نفسي ان انا في بابل، وهزعل ان هحس بالجلد ان انا عايش في بابل معينة ومش متصل بالناس. ولكن صعب ان انا انزل واعيش واتصل بالناس زي ما انا عايش هنا، وواحد من الناس عادي ميدل كلاس يعني. انت نفسك اختلفت اصلا عنهم، فانت مختلف اه، وانا طول عمري كمصري. برضو فاهم موضوع ان انا ابيض شويه كده هوت يعني. لسه كنا بنتكلم عن الاتوبيسات بتاع، فانا كنت مأجر اتوبيس لجماعه اصحابي جايين مصر عشان الفرح بتاعي وبتاع. وقاعد باخد ودي مع السواق وكلمته واتساب. وبيقول لي بس انت استاذ سيف يعني؟ الصراحه يا استاذ سيف تمام يعني، اسمي سيف الحمد لله. العربي بتاعك ما شاء الله. قلت له يعني انت تقول له ربنا اكيد ما شاء يخليك الله. والله، ما هو ما شاء الله، ايه اللي مش هيخليه ما شاء الله؟ قال لي يعني على انك خواجه برضه يعني كده بتتكلم عربي حلو قوي. قلت له يا اسطى منين خواجه؟ طب بس سيف انا الدين قاعد هاني بتكلم سيف. معاك اهو. يعني اعمل لك ايه يعني؟ ايوه. فاهم. ف انا نفسي، انا مش حتى ما فيش، انا فاهم اسمر وانا كنت رايح برضه، نزلت مصر اخر مره وماشي في مجمع الاديان، فاهم الراجل الامين بيكلمني فاهم بالانجليزي، يا عم انت في ايه يا عم، يا فاهم اسطى بيقول لي ايه ده، انجلش. افتكرتك مكسيكي، اللي هو مكسيكي ايه يا ابني انت اشمعنى الدرجات يعني؟ دي يعني اه. اه اللي هو فممكن ارجع في يوم من الايام بامل كده مثلا ان انا اروح اجيب بيت مثلا مم. في حته على النيل، قبل الاقصر بشويه مثلا، حته بعيده كده بارض زراعيه مثلا. تقعد عارف شويه كده. عملت كروز على النيل كده وشفت حسيت ايه ده دريم. ممكن يبقى حاجه، فكره عبيطه جدا بس عجباني كده. ان انا مثلا لما احب اتقاعد في يوم من الايام 50 سنه بتاع، عيالي برضو مش عايزهم يبقوا اوروبيين قوي. ما عنديش عيال دلوقتي، بس لما اخلف في يوم من الايام احب عيالي ما يبقوش فقط اوروبيين. اكيد هيشربوا من الكالتشر هنا، بس عايز يشوفوا اللي انا كبرت فيه وحبيته وبتاع. طبعا. ومصر بلد جامده فشخ الصراحه يعني. انت فكر بس ان هي significant جدا في التاريخ يعني. significant قوي. انت مش جاي من بلد كده غير معلومه يعني، مع احترامي للبلاد الغير معلومه. بس اه عدم حظ، احترامك. مسألة حظ. بس هي مسألة حظ حلو، فاهم، زي ما تكون مولود كده في بلد غنية تقول حظي حلو معايا فلوس. آم، ففي يوم من الأيام ممكن. وعلى فكرة مراتي يعني مستعدة لحد أكبر من اللي أنا مستعد إليه، فاهم، أو اللي أنا كنت متوقعه. ساعتها تبقى انت بقى بس معلم اللي بتترجم وبتمضي وبتجيب وبتشتري وبتاع، فهتحس اه ان هو فانز بقى لو شدت حيلها كده اهوت دي شويه في العربي. نتعلم. اه. هتيجي. بس طب وانت نفس الشيء؟ والله برضه زيك انا حاليا. لا طبعا مفيش مستحيل. البلان. احب ان انا اقضي extended time هناك، شهور مثلا، بس مبقاش قاعد في القاهره بس طول الوقت، ولا قاعد بعمل نفس الحاجات طول الوقت، بسافر بشوف حاجات مختلفه. انا بحس بالنسبه لي ان انا فوتت فرصه اني اعرف حاجات كتير عن مصر. هو مم. كنت ليميتد جدا عشان احنا غصب عننا زي ما بنقول، سواء في القاهرة أي. والأهرامات موجودة، هروح ليه، فاهم. اه بالظبط. انا في ناس صحابي لما رحنا الاهرامات السنه دي، وكان معايا صحابي وكل حاجه كنديين يعني، في ناس صحابي مصريين جم ان هو دي كانت اول مره في حياتهم يروحوا الاهرامات. دي مم. حاجه انا يا جنان، بس هي متفاهم ان انت بتعمل اللي هي موجوده طول الوقت.
انا هتروح عايز في اقول اي. لك ان انا عمري ما رحت الاهرامات في حياتي غير لما كان معايا ناس غير لما اجانب بوديها. سافرت. لا، حتى قبل ما اسافر كان ولاد عمي بيجوا مش عارف ايه، اه يلا نروح اوكي، حد الأهرامات. بيجي توريله. بس اللي بتؤلم بقى في الموضوع ده كله ان انت، هو انت هتحس اكيد بالحكايه، انت دلوقتي اتخذت القرار في سن صغير تمشي بناء على اسباب فالid وكويسه، ولكن منها اسباب ما كانت اصبحت ما بقتش فالid. احنا اتخمينا فيها مش بسبب جهلنا ولا غبائنا ولا حاجه، ده بسبب احتيال التاني علينا، فاهم؟ اللي هو بيقول لك تعالى بلادي فيك اللي هتعيش انت حياه كذا، عايزه. وهو ده الستاندرد، واحنا عايزين كده. وبعدين امم. بتيجي فجأة تحس بالديسابوينتمنت، تحس ان انت لا، ده انا بقالي 15 سنة وهم شايفيني subconsciously في دماغهم ان انا كائن تاني اصلا، وكائن اقل، ومقتنعين بكده هو عبر مئات السنين في الثقافة بتاعتهم، وبيغيروا في التاريخ بتاعهم، فاهم؟ او التاريخ العالمي يعني، بيغيروا في سردية التاريخ علشان يبين ان هم اللي اخترعوا حاجات، او هم اللي قادوا الثورة الحديثة بتاعت الثقافة، فاهم؟ الثورة الثقافية. ولا كأننا احنا كنا موجودين بقى قبل ما هم اصلا ولا كأننا كنا عاملين ثقافة وعاملين حياة وعاملين تاريخ قبل ما هم يجوا اصلا. بالظبط بالظبط، من قبلها بكتير. هو مش اللي هو انا اجمد منك كمان، مش موضوع بعلي عليه، بس فكره اللي هو اتليست اعترف بيا، واعترف بثقافتي، تاريخي. واعترف انا جاي منين. هو ما تعاملش الموضوع بتهاون كده واستمتاع، ان انا فوق فهسالك كده اسئله، قول لي بقى يا ابني ايه بلدك دي، عارف انت الستايل ده. فده وجعني لان انا حسيت اوف، ده 15 سنه انا مضحي بكتير قوي يعني، وغيري مضحي ان انا اخواتي وامي وابويا ما بقضيش معاهم الوقت اللي كنت طبعا. هقضيه وانا هناك. وحققت حاجات انا مبسوط بيها، يعني التريد اوف الى حد ما كان في محله، بس جزء منه ما كانش، وده الجزء اللي بيوجع. مم. ومش عارف هتعامل بقى مستقبليا ازاي مع تطور الحتة دي، يعني زي ما انا عندي هوب ان الغرب بيتغير، بس برضو عندي عدم امل في الغرب نفسه ان هو يتطور. انا عندي احساس ان الغرب في اخر ايامه، سواء انا هعيشها بقى، ما اخر الايام الامبراطورية دي ممكن تبقى 100 سنة، 200 سنة، ممكن تبقى 5 سنين، بس الامبراطورية لما تبتدي تنهار بالراحة بتبقى نكد وغم. يعني انا جاي هتقول لكم ساب الناس عشان هتبتدوا بقى تفتقروا بقى وتقرفونا بقى والبلد طلعوا معهاش ماشيين ايه هم. القرف ده. وانتوا عندكم ايه غير الفلوس والحياة اللي هي اللي بالفلوس يعني، اللي فاهم؟ ماشيه دي اه. او المحلات قصدي الشوارع النظيفة والنظام. فلما ده نفسه يبتدي بقى يقول لك الهيلث كير سيستم عندنا بيضمحل، طب عليا ما من ده بلاش بيه بقى، ده. ما في ايه تاني يعني؟ انت شحاته يا اسطى في إيه؟ ساعتها بقى تفكر فاهم في والله الفيلا اللي والله على البلاد ال... الاوروبيه يعني انا ريسنتلي بسمع ان كده انجلترا عامه الموضوع شحاته قوي يا مان، نازل. مش طبيعي يعني. ايش الامبراطوريه وكنا فين الكلام؟ الواحد بس يبتدي يفكر فاهم. انا متفاهم تماما يعني. بالنسبه لي انا بحب فعلا كندا يعني. انا ما متخيلش ان انا اوصل لكده، ان انا كنت اول ما جيت اتعامل معاها اللي هي اولا تجربه، ثانيا تجربه اتمشي بقى ان هو مصر هي الاساس وهنا السكندري الطبيعي. بس طبعا مع الوقت مع الكوميونيتيز اللي اتعملت مع حياتي هنا كلها، بالظبط. لا يعني انا دي جزء من حياتي سواء عاجبني او مش عاجبني فاهم. سواء انا بين الاتنين ممكن، بس انا ده تمام، انا ده تبعي فاهم. اه ومش زي ما انت قلت كده قبل كده، لو مش هسيبها عشان شويه ناس متضايقين فاهم، متضايقين مني. اه ولو بالظبط، جاز اعملها بلدك حتى لو معكش جنسيه، ليه؟ انا قاعد هنا، انا قاعد هنا، انا مقيم. منطقتي يا منطقه، بتاعتي. فاهم؟ اه انزل الشارع يسأل عليا فاهم، هيقول لك فاهم عبدي اللي قاعد هنا وبتاع كده. اه خلاص دي جزء من الحياه فاهم. بس في نفس بالظبط. الوقت هو زي ما انت قلت مصر برضو بغض النظر عن الناس اللي انت بعيد عنهم، وبغض النظر عن البلد اللي انا في حاجات كتير ما اعرفش عنها، في حاجات كتير محتاج استكشفها الله اعلم هترفلكت عليا انا كشخص ازاي. انا طبعا لما بروح دلوقتي يعني احنا بنتكلم في الاهرامات. انا رحت الاهرامات، انا جايب تور سياحي فاهم، معايا كنديين. تجربة مختلفة تماما عن أي تجربة لما بروح الأهرامات لوحدي فاهم. نفس الكلام طب فاهم. الحمد لله اقدر اجر شقه، اقدر فاهم اركب اوبر طب رايح جاي تمام. الحياه بتختلف تماما، فده بيوريني برسبكتيف مختلف لمصر وبرسبكتيف مختلف ليا، بغض النظر عن حلو او وحش. بس هو جزء منه
تاني ان انا مش عايز اقدر ان انا ارجع واعيش في بابل. يعني انا كده كده عايش في بابل هي دي. اكيد في كندا، بس لما اقدر اخرج بس من البابل البابلز بسهوله رفيع قوي الحيطة اللي ما جدا، بينها، وبتشوفهم وعايشين مع بعض ونفس المكتب وتخرج من واللغة. البابل تخش على بابل تانية، ومن غير ما من غير الباريرز اللي الموجوده باريرز دي. قوية. اه باريرز فاهم، قوية. مفيش فيش في اكيد فروقات كتير في احتكاك. الطبقات، في فروقات في المجتمعات، بس يعني بعدين الميدل برضو كلاس كونها عموما كبيره. دولة، برضو كون يعني الدول الجديدة زي أمريكا وكندا عندهم ادفانتج عالية جدا فيرسس الدول القديمة زي مصر وإنجلترا. يعني من حتى ناحيه مع ايه؟ اختلاف مصر وإنجلترا، مع اختلاف مصر وإنجلترا في طبعا. الإمكانيات بس دولتين قدام قدام. جدا، عندهم طقوس وتقاليد وشعب قديم صح. وقصص. الجداد يمكن يبقى عندهم العنصرية اللي نابعة من انت مختلف، وبالتالي انا الرياكشن هكرهك او هاخد منك موقف. ودي انا بحس ان هي شالو جدا، لان هو بس وانس انه عرفك تمام. كل ده بيقع. وانس انه بس let his guard down، حتى بس الدرع بتاعه كده هوت واتكلم تمام، فاهم. صح. وفعلا الموضوع دوت في ناس لا يمكن كنت تتخيل ان هم تقدر تتواصل وكده. معاهم. بس من الناحية التانية عندك دول مثلا انجلترا، العنصرية فيها مش واخدة شكل اللي هو هقول لك كلمة ولا، مش واخدة الشكل الشالو. لأن امم. هو عارف إن أنت مثقف، وعارف إن أنت potential threat بثقافتك على ثقافته، فاهم؟ على مستوى بقى طويل وبعيد. وبالتالي هيتقبلك كما كنت وهكذا، بس on a deep level في تأصل أكتر للعنصرية، بالذات على الكلاسز، حتى بينهم وبين نفسهم. يعني بينهم وبين انجلترا بعض اه. بينهم وبين بعض في طرق، انت اتنين انجليز بيتكلموا مع بعض في مراحل كتيرة قوي في الكونفرسيشن دوت، ممكن يقدر يستنتج بيها الكلاس بالظبط بتاع الشخص دوت ايه versus انا. مم. صح. واحنا في مصر نفس الكلام، طريقة اللغة، بتتكلم شارع ولا بتتكلم ايه، بتتكلم انجليزي في اللهجة. العربي بتاعك، بتتكلم انجليزي بس عارف طبق. ودي انا يعني even though انا منها، يعني انا برضو جزء من الناس دهيت، بس عايز يعني عايز ارفضها كده. مش عاجبني فكرة اللي هو حد يبص لي ان انا اجمد واجمد منه ولا اشيك منه ولا مش عارف ايه، عشان مثلا ابيض، او علشان انا في مصر قلت كلمتين انجليزي مثلا، ولا مش عارف سمعني بقول حاجة ولا. الحتة دي غصب عنك هتعملها وهتتعمل فيك. صح. في امريكا ما بحسش ان عندهم الموضوع الكلاس ده، ما عندهمش تمسك ما فيش كلاس. هو في غني وفقير، الغني زي الغني والفقير زي الفقير. بس الغني ده مش لازم ابوه كان يبقى غني وجد ولورد وباشا واراضي، الحته دي مش فاهم. موجوده خالص، فاهم. فدي refreshing even though it's not perfect، لانه برضو حته ان انت غني وفقير هي وهعاملك موجودة خلاص بشكل او لازم باخر هتفضل يعني. موجوده، يعني مش اه هنقدر بالظبط. ننهي عليها. بس افضل لما تبقى على شكل شالو، سهل اختراقه اه. وسهل تفكيكه كده، عن هو حاجه انا لا يمكن هغير الكلاس بتاعي مين، يعني ده اسمي، فاهم، ايوه هعمل له فاهم قصدي. اسم. هو ده فاهم قصدي صح. يعني مثلا في امريكا يعني هو تلاقي في الناس اللي من نيويورك فاهم، غير الناس من مش عارف من الاباما فاهم، والالاباما بيتكلموا ساذرن اكسنت مش عارف ايه. بس هي تتغير، او يعني تقدر ان انت تقول تعمل فلوس فتمشي فتروح التانية هي مثلا. بالظبط، هي الموضوع عندهم في انجلترا مش هتعرف بفلوس. تعمل كده. لو انت انجلترا بتتكلم لا. بالمنطق ده، وان انت هيريتج بيواصل مش عارف كام سنة، مستحيل. والنظرة يعني انت برضو ما تخش شريحة معينة من المجتمع ايا كانت فين وتزوم ان، بتشوف بقى الداينامكس بتاعتها ماشية ازاي، تلاقي فيه لا تعقيدات فيها وجادجمنت على مايكرو ليفل. فبرضو دي حاجات من الحاجات اللي ما كنتش هعرفها وافهمها عن الناس لو ما انت كنتش جزء منها. سافرت وعاشرتهم وشفتهم صح. وقارنتهم بينا. وده برضو اللي خلاني احس ان هم عندهم حاجات بيفتخروا بيها، وعندهم حاجات ما بيفتخروش بيها قوي، بس عادي بالنسبة لهم ان احنا نشوفها. ماشي. يعني مثلا عادي ما عندهمش حتة ان انا مكسوف مننا ان احنا، لا اتكسف اوري له مثلا المنطقة عندنا، ولا اتكسف اوري له اه. البياعين وهم بيعكسوا بتاع. معاك ان دي حاجة غلط انك بس هي واقع. تعاكس، بس هي واقع، وواقع مفهوم جدا يعني. وانا انا بجادج ايه بالظبط؟ انا مش بجادج واحد داخل مدرسة وجامعة
و- واتعلم وخد الخبرات الكافية، وخد السبورت من دولته وبلده بتاع. كان واحد واقف في الشارع بيقول مش بيحاول يبيع، فهيقعد يزن على امك لحد ما ده تشتري. المتاح عنده. ماشي يا عم، ايه المشكلة؟ ده جزء من بلدي زي ما هو، فاهم؟ في مناطق شكلها فقير، ايوه هي ما هي فقيرة، ايه المشكلة؟ تعالى شوفها زي ما هي، فاهم؟ ده ايوه. اتغير بعده بعد ما سافرت. ما كنتش اوري اصحابي الاجانب لا وانا عايز عايش تقف في جنب حته. الزباله، فاهم؟ اللي هو يمشوا كده يا جماعه، فاهم؟ اه كنت اوريهم الزمالك والمعادي، ويلا نروح نشوف المناطق اللي ايه اللي هتبسطكم، فاهم؟ ايوه. لا تعالى، عايز تشوف مصر دلوقتي؟ لا تعالى شوفها دي زيها الحقيقه. براها. وبتلاقي ان في منهم بيستلذوا الحتت اللي انت بتوريها لهم في الكالتشر اللي انت كنت ممكن تبقى مكسوف منها زمان. صح. صح. فبتديك ثقة تانية اكتر زيادة، اللي هو ايه ده، طب ما احنا جامدين برضو في الحاجات بتاعتنا، النيش بتاعتنا، فاهم؟ هم فاهمين ان ده جزء من البلد، زي ما ده جزء من البلد الزمالك، ودي والقلعه جزء من البلد، ومش عارف مين جزء من البلد. هي دي الحياه. ان هم بالظبط. هي دي الفكره. هسألك سؤال يعني، اسال يا لو ينفع باشا. أسألك أنا سؤال. اسال يا باشا، طبعا انت قلت لك اعمل اللي انت عايزه هنا. إيه مثلا الست سألتني اللي هو عايز ترجع ولا لأ؟ طب أنت إيه الحاجات الرياليستيك تحقيقها مثلا let's say خلال 3 4 سنين، اللي أنت حاسس إنها لو حصلت في مصر، 3 حاجات مثلا 4 حاجات، اه. ممكن تقنعك تماما إن أنت تروح؟ ده سؤال صعب جدا يا معلم. أنت حط بقى الفلتر اللي أنت عايز تحطه. شوف عايز اه تراضي مين توترتني وعايز قوي. تحل مين اه ده سبعة يعني لا سؤال صعب بصراحة، ما اعرفش. ده محتاج المجتمع نفسه يتغير يعني. مش عارف، لان انا برضو زيك لما سافرت. انا يعني ما سافرتش باحتياج يعني. الحمد لله الدنيا كانت ماشية كويس. انا برضو عايز استكشف العالم، وعايز اجرب حياتي بره العالم ده. بس انا دلوقتي طبعا الوضع الاقتصادي بقى مش ولا بد. بس انا بالنسبة لي كان عندي مشكلة مع المجتمع نفسه اصلا، يعني المجتمع اللي احنا كنا عايشين بالظبط. فيه من بالظبط. قبل ما الوضع الاقتصادي يوصل للمرحلة دي. بالظبط. ان هو مجتمع مش مناسبني بكل الاشكال. فانا لو بفكر لو مستقبل لو عايز يبقى عندي عيله وعايز يبقى عندي اطفال مثلا، مش هقدر ان انا مش احب انه للاسف ان هم يبقوا جزء من طريقه التفكير دي. لان انا ما زلت شايف طريقه التفكير مش مناسباني. ودي بقى حاجه بغض النظر عن البوليتيكال سايد نفسه يعني. ده حوار تاني خالص مش هنقدر نتكلم بالظبط. فيه. بس ايوه. السوشيال يوم تاني، سايد يوم ده تاني ان يوم شاء تاني ان الله. شاء الله. ده بقى له 5 6 سنين ان شاء الله. بس السوشيال سايد بالنسبه لي كارثي. اه. وعمال يسوق طبعا. مفهوم ليه بيسوق. لانه الوضع مش احنا عارفين. حتى انت في كندا لما مثلا الوضع الاقتصادي بيبقى سيء، انت بتلاقي الناس قابلين اكتر ان هم يبقوا عنصريه تزيد، مش عارف يلوموا الاجانب اكتر، مش عارف ايه. الوضع الاقتصادي كويس بتلاقي الناس اهدى. اللي هو ميك سنس. بس احنا طبعا. عندنا عادات وتقاليد انا ما بحبهاش، وعندنا عادات وتقاليد انا بحبها. اه. بس عندنا بصراحه جزء كنترول في المجتمع انا ما اقدرش استحمله خلاص. ايوه. وبنساه لما بنزل، وبنسى الناس اه. بتحب حاجات فتيجي معينه، فاهم؟ تاخد قفا كده اهوت على طول اول والله لما تروح. ده سوري نسيت ان احنا اللي هو ده كل موضوع خمس اصلا. دقايق وانت مالك، اه. ايوه بالظبط. عايز تدخل تمشي معاك كل وقت. وتبقى اللي هو صح، ده الناس بتتكلم في الموضوع ده، وده لسه موضوع حساس وانا نسيته تماما، لان احنا مش دي حاجه بنتكلم فيها بطريقه ان هي اصلا الحاجات دي كانت عامله لي ربه لما انا جيت هنا. اللي هو انا لسه بفكر فيها على اساس ان امم. هي جزء من الحياه. واحده واحده تكتشف ان هي لا، مش جزء من الحياه خالص، ولا حد مهتم اصلا. ولما تنزل مصر تكتشف ان الناس لسه مهتمه بالمواضيع اه. الغريبه دي. صح. فانا ما اقدرش بصراحه ابقى جزء من الكلام ده غير لما يبقى في بقى للاسف كالتشرال ريفولوشن، فاهم؟ تغير امم. طريقه التفكير بتاعت الناس، او ان انا اروح وانعزل زي ما انت بتقول كده، وابقى قاعد في حته مثلا زي لما مثلا رحت دهب السنه دي. انبسطت اه. جدا. دهب دهب جميلة. مختلفه تماما، فاهم؟ بالظبط. على بالظبط. واخد حاجه ومؤجر او شاري حاجه مثلا وقاعد فيها، دي بقى حياه مختلفه تماما ان انا ممكن اعيشها مثلا بالشكل ده. بس بتبقى اولموست اكنك اتنفيت جوه البلد كده، فاهم؟ تماما. اللي هو انا ده لازم. اسكيب. اه. مش حياة، مش بتكلم على حياة في وسط القلب المجتمع اللي انا جزء منه ومبسوط معاه ومندمج معاه. بالظبط هي بالظبط دي كده. دي وانا الحتة بتكلم اللي في الحاجات اللي هي بتاعت يعني، حتى مش حاجات من الميجر جدا جدا جدا، بس حاجات بالنسبه لي هي بالظبط. ماينر. بس هي حريات بتحصل في صغيرة كده، الحاجات هو اليوميه. حاجات بتأثر في حياتك اليومية. بالظبط. في انا الموضوع حريات وتقبل. تماما يعني ده تماما. جزء كبير جدا، سيبك بقى من الفلوس والايكونومي والكلام ده والسياسة طبعا. بس يعني جزء ده لوحده هيفجر بقى بقية الحاجات التانية اه يعني. هو هيجيب
فاهم، اقتصاد احسن هيجيب كده. مش كلنا نفس الاسطمبة. موضوع المونو كالتشرال ده، لو كله نفس اسطمبة لازم صعب. نصدق في ده وده 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 كمان عشان احنا تبقى انسان كويس. خلاص بننسى بقى. احيانا ان احنا 100 مليون، يعني هي دي الفكره. بننسى ان احنا 100 مليون، زي ما انت كنت بتتكلم في الاكل، احنا 100 مليون في كل حاجه. التعددية محدش عايز فينا يتقبل موجودة الموضوع من ده. زمان. صح. يعني المضحك ان احنا اصلا متعددين التفكير والانتماءات جيوغرافي وكله. ولكن مصرين على على السيستم اللي احنا كلنا موافقين عليه، نرغم روحنا ببعض ان هو لا، لازم كل يعني I judge you by this book، وانا ماليش دعوه بالبوك وانت مالكش دعوه بالبوك. ما بتكلمش يعني عن دين، انا اقصد يعني اللي ايوه. هو نوع من ال الاساس يعني. اه اه بالظبط. فالموضوع ده صعب جدا، وانا بنساه يعني عشان انا عايش هنا فبنساه طبعا. بس لما بنزل باخده كده زي ما بنقول، بفتكر كده حاجات معينه، بفتكر هو انا بص عشان كده. كده كنت بتخنق. اه وانا عشان كده ما كنتش طايق نفسي. وانا بالظبط. عشان كده، عشان في حد دايما داخل فاهم في حياتي بشكل او باخر. طبعا هقدر اه اتحكم فيه دلوقتي عشان انا خلاص كبرت في السن وبقى بس معايا. خير يعني. بس ايه؟ بس خير يعني برضه في يوم من الايام عندي امل يعني انها ممكن تتغير. بصراحة ما عنديش الأمل ده قوي للأسف. يعني مش عارف، يمكن أتمنى بقى. أنا بحب يعني ممكن زمان كنت بقعد أقول اللي هو لا، هي واحد اتنين تلاتة. بقول دلوقتي إن هو قشطة على السنين الجاية. ده تفكيري، يمكن أختلف بعد فترة. اه لأن أنا كل شوية بتغير. بس ما زلت شايف إن الموضوع في حاجات كتير اختلفت، في حاجات كتير الناس تقبلتها. مثلا بالنسبة لي كانت غريبة، اللي هو أنا مثلا فاكر لما لقيت بنزل مصر والاقي ناس عاملة تاتو، كنت بحس اللي هو إيه، هو ده عادي يا جماعة؟ اه انتوا تمام ولا إيه؟ ولا الواد ده بيتضرب فاهم وهو نازل مثلا؟ شفت إن هو قشطة. اختلفت فعلا، انا نفس اختلف الشيء. كتير. اه شيء كويس بس اه مش عارف، في طريقة تفكير كده انا مش قادر اتخطاها بصراحة. في طريقة تفكير كده اللي هو داخل في حياتي دي، ببقى عايز اوقفها وبوقفها احيانا. بس هل هقدر استحملها بقى طول الوقت؟ ده ده المختلف يعني. هنشوف. السؤال المحوري ذات المليون دولار. سؤال محوري. تصدق سؤالك كان كويس. انا هسأل كل الناس الموضوع ده، اشوف كل واحد رأيه ايه اه وهريبورت بقى، اشوف هاخد من ده جميل. واخد من ده وافكر يعني. بالظبط، واعمل كتاب. اه بالظبط، ده هيبقى كتاب خطير. خبير استراتيجي يقدم موضوع تقرير والله خبير موضوع استراتيجي. كبير، موضوع كبير جدا. اه انا مش عايز اطول عليك اكتر من كده. انا متشكر جدا على حبيبي ربنا وقتك. يخليك. خليني انا اقفل انبسطت التسجيل. جدا، استمتعت فعلا يعني. احنا قاعدين بنتكلم كده والوقت خدنا، وكنا بالظبط. قاعدين على القهوة، فاهم. انا فاهم والله نفسي في قعدة القهوة دي.